اهلا بيكم ابطال تالتة اعدادي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب نكون بخير. معاكم مستر ابراهيم حسني مدرس التاريخ والدراسات الاجتماعيه. باذن الله في مراجعه النهارده امتحان الدراسات الاجتماعيه هيكون في جيبك، وعايزك تنسى القلق خالص. نبدا بسم الله، سكتشك الجميل والمشروب بتاعك المفضل ويلا بينا. ابطال تالتة اعدادي، عايزك دقيقتين وبس. في دقيقتين وبس يا حبيبي هنعرف اهم تركات الخريطة عندنا، والخريطة هتكون في جيبك. طب ايه يا مستر اهم تركات الخريطة عندك؟ هنتكلم على حوالي 3 حاجات. اول حاجة ممكن هنتكلم عليها يا حبيب قلبي، هنتكلم على حاجة اسمها خطوط الطول ودوائر العرض. طيب يا مستر، خطوط الطول اللي هنتكلم عليها زي مين؟ هنتكلم على خط طول واحد هنا موجود هنا، اسمه خط مين؟ اسمه خط جرينتش. موجود فين؟ غرب القارة الأوروبية والأفريقية، وموجود في قارة أنتاركتيكا. طيب بالنسبة لدوائر العرض هنتكلم على 7 دوائر عرض، أهمهم الاستواء. طيب الاستواء موجود فين؟ في منتصف الكرة الأرضية، بالتحديد وسط قارة مين يا مستر؟ وسط القارة الأفريقية. طيب فين تاني؟ وأقصى جنوب الآسيوية وشمال أمريكا الجنوبية. طيب فوق الاستواء عندي 3 دوائر عرض، وجنوب الاستواء عندي 3 دوائر عرض، يعتبر زي بعض بس الفرق في الشمال والجنوب. شمال الاستواء هلاقي مدار السرطان هنلاقيه موجود شمال القارة الأفريقية وجنوب الآسيوية وجنوب أمريكا الشمالية. طيب شمال السرطان هلاقي دائرة قطبية شمالية هنلاقيها موجودة أقصى شمال آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، عشان نلاقي في النهاية خالص قطب شمالي. طيب يا مستر، جنوب الاستواء هلاقي مدار الجدي موجود فين؟ اقصى جنوب مين؟ القاره الافريقيه ووسط الاستراليه، وموجود برضه في منتصف امريكا الجنوبيه. طيب بعدها هلاقي الدائره القطبيه الجنوبيه دي يا مستر هنلاقيها قريبه جدا من قاره انتاركتيكا. طيب بعدها هلاقي القطب الجنوبي. طيب دي اول حاجه. طب تاني حاجه يا مستر هنتكلم عليها هتكون ايه؟ تاني حاجه هنتكلم على نماذج من بعض الدول الناميه اللي في طريقها للتقدم والدول المتقدمه. طيب الناميه عندي زي مين؟ الناميه عندي زي نيجيريا والهند والبرازيل. والمتقدمه عندي المانيا وعندي الولايات المتحده الامريكيه، وهنتكلم فيهم على اهم المدن اللي موجوده فيهم. طيب تالت حاجه هنتكلم فيها على مظاهر السطح، ما احنا اتكلمنا عليها في الترم الاول بس هي موجوده برضه في الترم الثاني. طيب هنتكلم عليها في ايه؟ ممكن يجيب لك في الامتحان خريطه العالم، ده وارد، او ممكن يجيب لك مظاهر السطح في الدول ال5 اللي اتكلمنا عليهم، مع اختلاف كل محافظه عشان مش موجودين في كل المحافظات. هيجي لك انهار، هيجي لك جبال، هيجي لك محيطات، هيجي لك هضاب، غيرها وغيرها وغيرها. وبكده يا حبيبي يبقى انتهينا من تركات الخريطه، وباذن الله خريطتك هتكون في جيبك. يلا كده نبدا بسم الله ونكمل تقفيل منهج الدراسات. حبايب قلبي من جوه طلاب تالتة اعدادي، خلينا متفقين ان اول سؤال هيواجهني في الامتحان هو الخريطه. طيب تعالى كده واحده واحده. مستر الخريطه عندي هتكلمني على ايه؟ زي ما اتفقت معاكم هتكلمني على دول، او ممكن يجيب لي خريطه العالم. طب رقم 1 بيقول لك محصول سكري تتركز زراعته في هذه القاره. اول ما اقول لك محصول سكري يجي معاك حاجتين، يا اما قصب السكر الاول وفي المناطق المداريه الحاره، يا اما بنجر السكر في مناطق معتدله شويه وخاصه في القاره الاوروبيه. طب تعالى هنا يا مستر، هي فين القاره؟ القاره جايب لك ناحيه اوروبا. طب ناحيه اوروبا يبقى مين؟ من غير ما افكر يا مستر، حضرتك لسه قايل لي في القاره الاوروبيه يبقى البنجر. طيب يا حبيبي تاني حاجه بيقول لك نوع الراعي السائد في هذه المنطقه. احنا عرفنا ان الراعي عندي يا راعي بدائي يا راعي تجاري. طب تعالى نعرف جايب لي فين المنطقه؟ المنطقه جايب لي في افريقيا الصحراء الكبرى. احنا قلنا الكبرى وجزيره عربيه راعي مين؟ راعي بدائي. تمام يا مستر. والمناطق المتجمده برضو راعي ايه؟ بدائي مش تجاري. يبقى ده تاني حاجه راعي بدائي. طيب تالت نقطه بيقول لك، خلينا بالاحمر افضل. تالت نقطه بيقول لك مصدر الطاقة الذي يتركز إنتاجه في هذه الدولة. طب فين الدولة دي يا مستر؟ الدولة دي عامل لي على المملكة العربية السعودية. طب المملكة العربية السعودية كانت الأولى في إيه؟ دي كانت الأولى في البترول، والثانية روسيا، والثالثة ولايات متحدة. أيوه كده صحيح. يبقى هنا مين؟ البترول. طيب رابع حاجة عندي بيقول لك إقليم صناعي. فين الإقليم الصناعي ده؟ الإقليم الصناعي ده موجود فين؟ هعملها لك رقم 4 وهعملها لك شرق الصين. يبقى ده إقليم شرق آسيا اللي فيه الصين
وهنشو في اليابان وكوريا الجنوبية، يبقى ده إقليم شرق آسيا. طيب رقم 5 محيط. رقم 5 محيط مين؟ طب هنا محيط هندي، هنا محيط هندي، هنا محيط مين؟ قطب شمالي هادي. 5 هنا غرب أفريقيا أو أوروبا، يبقى محيط أطلنطي. طيب تاني حاجة عندي، عايزك بالنوت اللي معاك تسجل أي معلومة مش عارفها. مستر أمامك خريطة للهند، تمام؟ حبايب قلبي أنا قلت الدول مش مكررة على كل المحافظات اللي عندنا، فأنت الدولة دي لو ملغية من عندك جري الفيديو وشوف اللي عندك. مستر أمامك خريطة للهند، أكتب ما تدل عليه الأرقام. اكتب مدلول الأرقام. دائرة عرض، دائرة عرض لسه قايلينها في البداية خالص، قلت لك هتعدي في الهند وكانت موجودة في مصر، تبقى دائرة عرض مين؟ السرطان. دائرة عرض مين؟ السرطان. طيب مستر تاني حاجة بيقول لك خليج. خليج مين؟ انت عندك في الهند هنا خليج البنغال، والناحية التانية اللي يعتبر أكبر الخلجان في العالم، والناحية التانية يعتبر غرب الهند هلاقي البحر العربي، يبقى أنت عندك مين؟ خليج البنغال. طيب يا مستر رقم 3 حضرتك لسه قايل لي البحر مين؟ العربي. 4 دولة نقط. دولة مين يا مستر؟ دولة هنا في أقصى شمال الهند، الشمال الشرقي بالتحديد، عندي دولتين. عندي دولة نيبال، افتكرها بالنبلة سهل، تمام؟ وعندي دولة بوتان، يبقى أنت بوتان الأصغر ونيبال الإيه؟ الأكبر، يبقى أنت رقم 4 بوتان. وبالمناسبة على حدود برضه هنا عندي مين؟ الصين. طيب حبيب قلبي دولة نقط فين؟ رقم 5 جايبها لك في الجهة الشمالية برضو الشرقية ما بين نيبال وما بين بوتان، هي دي بالظبط. دولة مين؟ بنجلاديش. طيب لو جاب لي دولة تانية بعيدة، تمام؟ بعيدة ازاي يا مستر؟ يعني مش دي الهند؟ يعني تفصلها وتفصل ما بينها وما بين الهند ايه؟ هي في جزء من الحدود اهي، في حدود مشتركة، بس في حدود فاصلة تانية، حدود بحرية، وهي خليج مين؟ البنغال. مين الدولة دي اللي في الجهة يعتبر الشرقية لخليج البنغال؟ دولة ميانمار، افتكرها بمين؟ بنيمار، يبقى ميانمار. طيب 7 دولة مين؟ باكستان في الجهة الشمالية الغربية، ودي سهلة وكلنا حافظينها، باكستان. 8 جبال، طبعا دي مش هتتنسى على اسم الهيمالايا. جبال مين؟ الهيمالايا، موجودة أقصى الجهة الشمالية، يبقى جبال الهيمالايا. 9 جبال. 9 جبال مين؟ بص بقى حبيبي، هنا جايب لك جبال الغات. طب لو كان جاب لك هنا كنت هتقول له جبال الغات الايه؟ الغربية، بس هنا جايب لك في الشرق، يبقى جبال الغات الايه؟ الشرقية. جبال الغات الشرقية. 10 انا قلت عندي هضبة في الهند، كنت بقول عليها اسمها هضبة مين؟ الدكن هندية، يبقى هضبة الدكن. تمام يا مستر. طيب 11 سهول في الهند. سهول في الهند اركز عشان عندي اكتر من سهل. عندي ايه يا مستر؟ عندي لو جاب لك هنا في الجهة الغربية عند البحر مين؟ العربي، ولو جاب لك هنا عند خليج الايه؟ البنغال. تمام كلام برضه. ايه اللي هيحصل يا مستر؟ لو جاب لك عند البحر العربي يبقى سهول ملبار. طب لا مستر لو جاب لي في وشها هنا، تمام، يبقى مين؟ كرامندال. تمام يا مستر. طيب لو جاب لي في الشمال، تمام، يبقى سهول مين؟ هندوستان. ركز جدا عشان السهول دي مهمة جدا جدا جدا. يبقى انت هتجيب لك في الجهة الغربية عند مين؟ البحر العربي، يبقى ملبار. طب مستر لو جاب لي في الجهة الشمالية، فين الجهة الشمالية؟ هي عند مين؟ الهيمالايا، يبقى الهندوستان. يبقى الهندوستان، يبقى سهول مين؟ الهندوستان. طيب لو جاب لي نهر، طب لو جاب لي نهر في الجهة مين؟ الشمالية مين؟ الشمالية الشرقية. النهر مين ده؟ الجنج. وبالمناسبة في نهر تاني هنا اسمه السند، يبقى هنا الجنج وهنا مين؟ السند. طب مستر طب لو جاب لي نهر فين تاني؟ رقم 14 لو جاب لي نهر في الجهة الجنوبية، أقصى الجهة الجنوبية، اسمه نهر مين؟ كوفيري. طب مستر من المدن اللي عندي في الهند، المدن اللي عندي في الهند عندي مدن كتيرة في الهند، طب أهمها نيودلهي. طب مين نيودلهي دي؟ نيودلهي دي هي العاصمة الهندية. تمام. طب فين يا مستر نيودلهي؟ اهي موجودة في أقصى برضه الجهة إيه؟ الشمالية. تمام يا مستر. طيب 16
16 ميناء. اول ما يجيب لك ميناء اعرف الميناء ده في الجهه الغربيه، ميناء في الجهه الغربيه يبقى مدينه مين؟ بومباي، اهم الموانئ الهنديه واكيد مدينه تجاريه. طب رقم 17 مدينه نقط حيدراباد. فين حيدراباد؟ في وش بومباي، بس هي مدينه داخليه وليها ثقافه اسلاميه. تمام يا مستر. طب رقم 18، رقم 18 جنب بنجلاديش، مدينه مين؟ كلكاتا، مدينه كلكاتا. طيب يا مستر مضيق رقم 19، مضيق رقم 19 ما بين جزيره هنا اسمها سيلان او سريلانكا. لو جاب لك مضيق ما بين سيلان زمان وسريلانكا دلوقتي هيبقى اسمه مضيق مين؟ بلك، مضيق بلك، ونركز فيه ممكن يجي في الامتحان. سؤال مستخبي زي ده ممكن يجي في الامتحان. طيب يا مستر اخر حاجه المحيط. مين المحيط اللي موجود هنا؟ لسه قايلين على اسم الدوله، المحيط الهندي. طيب يا مستر الخريطه الثانيه اللي عندي هيكلمني عن ايه؟ زي ما قلت لك الدوله اللي مش عندك اقلب وشوف اللي عندك. امامك خريطه للبرازيل، اكتب ما تدل عليه الارقام. تمام، دائره العرض، دائره العرض وجاب لي في الجهه الشماليه يبقى مين؟ شمال امريكا الجنوبيه وفي البرازيل يبقى الاستواء. تمام يا مستر. مدار الجدي، مدار الجدي تاني حاجه مدار الجدي فين؟ مدار الجدي في الجهه الجنوبيه من الاراضي البرازيليه. يبقى انت عندك البرازيل في دائرتين عرض، هتلاقي الاستواء في الجهه الشماليه والجدي في الجهه الجنوبيه. تمام يا مستر. طيب المحيط هتلاقي محيط ايه؟ اكيد هلاقي محيط مين؟ اطلنطي. ليه يا مستر ما نلاقيش الهادي؟ تمام، عشان انت عندك في دول هنا يا حبيبي، موجود في دول هنا حاجز ما بين مين؟ ما بين البرازيل والمحيط مين؟ الهادي. يبقى المحيط اللي عندك مين؟ الاطلنطي، وده المحيط اللي بتصب فيه يعتبر مين؟ جميع انهار البرازيل. طيب هضبة، لو جاب لك هضبة هتلاقي في البرازيل هضاب. تمام، بس اهم هضبة موجودة في البرازيل واهم هضبة موجودة يعتبر من الهضاب اللي موجودة في امريكا الجنوبية هضبة مين؟ البرازيل. تمام يا مستر. يبقى لو جاب لي فين هضبة البرازيل هنلاقيها في الجزء الايه؟ الوسطى الشرقية. طيب يا مستر نهر، اهم انهار البرازيل وامريكا الجنوبية والعالم هو نهر مين؟ الامازون. هنلاقيه موجود فين يا مستر؟ هنلاقيه موجود في الجهة الشمالية، بس فين بالتحديد؟ عند الاستواء، يعني هو قريب من مين؟ الاستواء هنا، يبقى نهر مين؟ الامازون. طب مستر 6 بيقول لك نهر مين؟ نهر ساو فرانسيسكو، ساو فرانسيسكو. طب ساو فرانسيسكو موجود فين؟ موجود في الاجزاء الوسطى الشرقيه، يبقى وسطى مين؟ شرقيه، وسطى مين؟ شرقيه. يبقى هنا نهر مين؟ امازون ساو فرانسيسكو، امازون ساو فرانسيسكو. نركز في الاسماء، التكرار يا حبايب قلبي. طيب الدول اللي حوالين البرازيل عندي دول كتير. كان عندي مين يا مستر؟ كان عندي جيانا سورينام، جيانا سورينام ما بينها، فنزويلا كولومبيا بيرو، فنزويلا كولومبيا بيرو بوليفيا باراغواي ارجنتين واوروجواي. تمام يا مستر. طب نركز هنا مين؟ حطيت صبع حضرتك هنا جيانا، يبقى جيانا مين؟ الفرنسيه. طيب رقم 8 اخر حاجه قلت لي يا مستر كانت مين؟ اوروجواي. تمام. طب رقم 9 فين 9 دي؟ طب تعالوا نقولها تاني، جيان سورينام فنزويلا كولومبيا. يبقى دي كولومبيا يا مستر. 9 كولومبيا. طيب العاصمة مش هفكر، العاصمة اللي عملتها وجذبت فيها السكان كانت في الوسط هنا برضو، كان اسمها مين؟ برازيليا. طب مدينة مين يا مستر؟ مدينة موجودة فين؟ على يعتبر المحيط مين هنا؟ الأطلنطي. طب مين المدينة اللي موجودة هنا على المحيط الأطلنطي يا مستر؟ مدينة موجودة على المحيط الأطلنطي ساو باولو. طب في مدينة جنبها برضو يا مستر، مدينة مين؟ ريو دي جانيرو. تمام يا مستر. يبقى انت عندك ساو باولو وريو دي جانيرو. تمام يا مستر. طيب تالت خريطة عندي بالنسبة للدول هنتكلم فيها على نيجيريا. تمام يا مستر. طب هنتكلم فيها على نيجيريا، هنتكلم فيها على ايه يا مستر؟ هنتكلم فيها اول حاجة بيقول لك خليج مين؟ خليج غينيا. انت عندك في نيجيريا خليج واحد اسمه خليج مين هنا؟
خليج غينيا. خليج غينيا موجود فين؟ جنب المحيط الأطلنطي، أقصى جنوب نيجيريا. طب مستر، دولة مين؟ كان عندي شمال نيجيريا هنا دولة مين؟ النيجر، اللي بيجي منها نهر مين ده؟ النيجر. وعندي في الغرب دولتين، تشاد اللي حدودها حدود صغنونة دي، تمام، مع نيجيريا. وعندي هنا مين؟ الكاميرون. يبقى أنا عندي مين؟ في جنوب خليج غينيا ومحيط أطلنطي، في شمال النيجر، في الشرق تشاد والكاميرون، والغرب دولة مين؟ بنين. طب تعالى كده احنا نعتبر حلينا كل حاجة. يبقى انت هنا مين؟ غينيا، تمام، وفوق قلت لي دولة النيجر، وغربا قلت لي دولة بنين، وشرقا قلت لي مين؟ 4 قلت لي مين؟ تشاد. طب مستر 5 قلت لي دولة مين؟ الكاميرون. 6 قلت لي هضبة، جايب لك هضبة هنا في النص، هضبة في النص، يبقى هضبة مين؟ جوس. هضبة مين؟ جوس. تمام يا مستر. طيب 7 نهر مين؟ النيجر. الخريطة بس في تقريبا تعديل في الأرقام، تمام. طب آخر حاجة يا مستر، لو جاب لك عاصمة مدينة داخلية تبقى مدينة مين؟ أبوجا. طيب يا مستر بعدها قال لك مدينة لاجوس. مدينة مين؟ لاجوس. طيب يا مستر 10 مدينة مين؟ أبيدان. 10 مدينة أبيدان. يبقى أنت عندك هنا مين؟ جوه العاصمة اسمها مدينة أبوجا، وعندك مدينة لاجوس، وعندك مدينة مين؟ أبيدان. أبيدان بعيدة شوية عن المية. تمام يا مستر. طيب الخريطة اللي بعدها عندي مين؟ قال لك أمامك خريطة لدولة ألمانيا، أكتب عليها مدلول الأرقام. تمام. طب تعالى هنا بيقول لك مسطح مائي. مسطح مائي في ألمانيا عندي مسطحات كتير. لو جاب لي هنا وقال لك محيط، تمام، هتقول له محيط أطلنطي. تمام. طيب لو جاب لي هنا بحر اسمه بحر بلطي. طب لو على إيدك الشمال شمال غرب هيبقى اسمه بحر مين؟ الشمال. وده اللي كان بيأثر في مناخ ألمانيا. طيب دولة رقم 2 هنا دي دولة فرنسا، تمام. طيب الصغننة دي هتبقى دولة مين؟ لوكسمبورغ، وعايزكم تركزوا عليها برضه. يبقى دولة مين؟ فرنسا. طب لو جاب لي في الشمال يبقى كده بيقول لك اسهل حاجة، اسهل دولة شمال ألمانيا يبقى دولة واحدة اسمها دولة مين؟ الدنمارك. دولة مين؟ الدنمارك. طيب جبال، لو جاب لي جبال في ألمانيا، موجودة فين الجبال دي يا مستر؟ موجودة في الجهة الجنوبية، يبقى جبال الإلب. بس ركز جدا جدا جدا، اسمها جبال مين؟ الإلب. طيب يا مستر، طيب النهر اسمه ايه؟ اسمه نهر إلب. طب فين الجبال في الجنوبية؟ طب فين النهر؟ في الجهة الشرقية. يبقى هنا نهر مين؟ إلب. هنا نهر مين؟ إلب. هنا نهر مين؟ إلب. وهنا راين، وهنا دانوب، وفي الوسط هنا نهر فيزر. تمام يا مستر، ركز في الأنهار. يبقى جبال إلب ونهر جبال الإلب ونهر إلب. طب مدينة مين تاني؟ كان عندك مدينة موجودة في الأجزاء الوسطى الشمالية الشرقية بالتحديد، هنا اسمها مدينة برلين العاصمة. طيب في مدينتين تانيين مهمين، مدينة هامبورغ ومدينة ميونخ. فين مدينة هامبورغ؟ مدينة هامبورغ رقم كام؟ 6، ودي أهم الموانئ. طب فين مدينة هامبورغ؟ مدينة هامبورغ رقم 7، والمدينة دي ليها أهمية اقتصادية. طيب يا مستر الخريطة اللي بعدها عندي مين؟ الخريطة اللي بعدها والأخيرة يعتبر عندي الولايات المتحدة الأمريكية. USA، ولايات متحدة أمريكية. المحيط مين؟ لا هنا عارف، عشان هنا عندي محيطين. محيط مين ومين؟ هادي في الجهة الغربية، وأطلنطي جهة شرقية. طب هنا جايب لي واحد في الغرب، يبقى محيط هادي. تمام يا مستر. طب هضبة مين؟ هضبة اسمها مين؟ كولورادو. تمام، كولورادو، هضبة كولورادو. طب فين هضبة كولورادو دي؟ تمام، اعملها لي رقم 9، بس سيبك منها دلوقتي، نمشي بالارقام. خليج مين؟ المكسيك. طب فين خليج المكسيك؟ موجود في الجهة الجنوبية، من ولايات متحدة أمريكية. ده كده خليج المكسيك اللي جنبه نهر المسيسيبي. طيب يا مستر 3 دولة سهلة جدا الدول في أمريكا الشمالية، عشان انت عندك يعتبر 3 دول كبار والباقي دي اسمها دول البرزخ.
لو جاب لك شمال الولايات المتحدة هتبقى دولة كندا. طيب لو جاب لك جنوبها هيبقى دولة المكسيك. يبقى 3 كندا و4 المكسيك. جبال مين؟ الابلاش. جبال مين؟ الابلاش. كان عندي جبال الابلاش وجبال روكي، تمام؟ دول كان اشهر جبال بيجوا في الامتحانات. الابلاش جبال شرقيه، وروكي موجودين في الجهه الوسطى الغربيه، تمام؟ هنا كده بالتحديد. يبقى انت 5 عندك جبال الابلاش. طيب 6 جبال روكي. طيب 7 عندك بيقول لي جبال، تمام؟ فين الجبال اللي عندك؟ جبال كسكيد. جبال مين؟ كسكيد. تمام يا مستر، وممكن تيجي في الامتحان، ما بتجيش كتير بس متوقعه ممكن تيجي. تمام. طيب اخر جبال عندك 8 اسمها جبال مين؟ سير نيفادا. سير مين؟ نيفادا. جبال سير نيفادا. سير نيفادا. يبقى كاسكيد، سير نيفادا، كاسكيد، سير نيفادا. احفظ الاماكن. وهضبة لسه قايلها، هضبة مين؟ كولورادو. تمام. طيب فين هضبة كولورادو؟ موجودة برضو في الجهة الغربية. في الجهة مين؟ الغربية. يبقى أنا معظم الجبال والهضاب في الولايات المتحدة تقع وتنحصر في الجهات مين؟ الغربية. طب مستر نهر، لسه قايل لك نهر وبيصب في خليج المكسيك، يبقى نهر الميسيسيبي. تمام. ومن أهم الأنهار في الولايات المتحدة الأمريكية وفي أمريكا الشمالية عامة. طيب العاصمة الولايات المتحدة واشنطن. يبقى العاصمة مين؟ واشنطن. موجودة فين؟ في الجهة الشمالية الشرقية. موجودة في الجهة الشمالية الشرقية. موجودة في الجهة الشمالية الشرقية. عند جبال مين؟ الأبلاش. تمام يا مستر. طب في بعدها مدينة تانية يعتبر قريبة للمية، قريبة للمحيط الأطلنطي، تبقى مدينة مين؟ مدينة نيويورك. مدينة مين؟ نيويورك. يبقى واشنطن عاصمة سياسية، ونيويورك تعتبر تجارية. تمام يا مستر. مدينة 13 فين؟ 13 مدينة موجودة عند البحيرات العظمى، تعتبر أهم المدن الواقعة في البحيرات العظمى. مدينة شيكاغو. مدينة مين؟ شيكاغو. 14 هنرجع تاني فين؟ في الجهات الغربية. مدينة سان فرانسيسكو. مدينة سان فرانسيسكو. طيب يا مستر، السؤال التاني عندنا هتكتب كلمة صح أو خطأ مع التصويب. لازم مع التصويب. لو الإجابة غلط وعملت غلط بس هتاخد نص درجة. تمام. لازم تصوب. تتركز زراعة المطاط والأرز جنوب نيجيريا. مطاط ورز جنوب مين؟ نيجيريا، قرب المناطق الاستوائية. تمام يا مستر. يبقى الإجابة الأولى إيه؟ صح. تاني حاجة، تعد أوروبا أولى قارات العالم إنتاجا للقمح والقطن. تمام. أوروبا هي الأولى للقمح والقطن؟ لا يا مستر، حضرتك كنت بتقول لي قارة مين؟ كنا بنقول قارة آسيا. يبقى خطأ، قارة مين؟ آسيا. 3، يزرع قصب السكر في كل قارات العالم؟ لا يا مستر، ما حضرتك قلت لي مش موجود فين؟ في أوروبا. يبقى هنا أقول لك إيه؟ خطأ، مش في كل، في معظم القارات. رقم 4 عندي، تحتل الصين المركز الأول في إنتاج. الصين بقى، خد عندك كده بسم الله واكتب عندك في النوت. المركز الأول في إنتاج إيه؟ قمح وقطن وسمك معمول على الفحم، سمك مشوي وحديد ولحوم، كل الكلام ده هي دولة مين؟ الصين. تمام؟ يبقى قمح وفحم، قمح أو قمح وقطن فحم، إيه؟ الفحم يعني سمك معمول على الفحم وحديد ولحوم. تمام يا مستر. يتركز سكان نيجيريا في السهول الوسطى والمناطق الشمالية والمناطق الجنوبية. تمام؟ غلط. والمناطق الايه؟ الغربية. تمام؟ ليه؟ عشان انا جيت قلت سكان نيجيريا بيتركزوا لثلاث اسباب، لاسباب التعدين او الرعي او الزراعة. بيتركزوا في كم منطقة؟ سهول، وسطى، شمالية، غربية. وسطى، شمالية، مين؟ غربية. تقع أولى دول العالم المنتجة للمطاط. هي كانت مين الأولى في المطاط؟ تايلاند. طب فين تايلاند؟ تايلاند دي موجودة في شرق آسيا كده، في الجهة الجنوبية. طب هنا بيقول لك جنوب غرب. غلط يا مستر، ده جنوب مين؟ شرق. السؤال اللي بعديه، تعد نيجيريا أكبر دول أفريقيا إنتاجا للمطاط؟ يا مستر، هي الأكبر في المطاط، صح. طب نكمل. والأولى في السكان؟ هي الأولى في المطاط والسكان. طيب بعدها، يستخرج الفحم
من قرب الحدود الطبيعية بين نيجيريا والكاميرون. هو الفحم كان منين يا مستر؟ الفحم كنت بتقول لي مناطق شرقية، طب مش الكاميرون في الجهة الشرقية؟ يبقى الفحم مناطق شرقية، يبقى الإجابة إيه؟ صح. تمام؟ والبترول جنوبية غربية لو أنتوا فاكرين. والقصدير هضبة مين؟ جوز. تعد أبوجا عاصمة اقتصادية، بينما لاجوس عاصمة سياسية حالية. تمام؟ لا يا مستر، ده العكس. أبوجا هي اللي سياسية، ولاجوس هي اللي عاصمة مين؟ عاصمة اقتصادية. تمام يا مستر، يبقى العكس. اللي بعدها تمتد هضبة التبت. هضبة التبت ما تكملش يا مستر، انت لسه في الخريطة كنت بتقول لي الدكن هندية، يبقى غلط الدكن. تعد مدينة بومباي من أهم الموانئ. خلاص يا مستر ما تكملش، انت حضرتك قلت لي مدينة بومباي مدينة في الجهة الغربية عند مين؟ البحر العربي، وقلت لي مدينة على البحر يبقى مدينة تجارية، يبقى ليها أهمية الموانئ صح وتجارية. السؤال اللي بعديه رقم 12. تعد الهند أولى دول العالم إنتاجا إلى اللحوم والأغنام. ما انت لسه حضرتك قايل لي يا مستر اللحوم والأغنام كانت مين؟ الصين. تمام، يبقى خطأ الصين. خاصة اللحوم منين؟ من الخنازير. طيب السؤال اللي بعديه. تحتل البرازيل نصف امريكا الجنوبيه. البرازيل نص امريكا الجنوبيه؟ مستر انت حضرتك في الحصه قلت لي البرازيل نص مين؟ نص امريكا الجنوبيه في مساحه وسكان، يبقى النص في المساحه والسكان. تعد غابات حوض الامازون ثاني اكبر غابات استوائيه في العالم. حوض الامازون الثانيه؟ لا، حوض الامازون اولى اكبر غابات استوائيه في العالم. خطأ، ده هي الاكبر مش الثانيه. تعد مدينة سان فرانسيسكو أكبر الموانئ الأمريكية. سان فرانسيسكو أكبر الموانئ الأمريكية، أنت لسه قايل لي فوق يا مستر كانت أكبر الموانئ وموجودة في الجهة الغربية. موجودة في الجهة الغربية، بس غرب محيط أطلنطي ولا محيط هادي؟ لا يا مستر، غرب محيط هادي، يبقى إيه؟ غلط، خطأ، محيط مين؟ هادي. تمتد المرتفعات الشرقية من إقليم البحيرات العظمى شمالا. المرتفعات الشرقية من إقليم البحيرات العظمى شمالا حتى خليج المكسيك جنوبا. طب دي اسمها المرتفعات الشرقية ولا المرتفعات الوسطى اللي هي السهول الوسطى؟ السهول الوسطى يا مستر، يبقى مناطق السهول الوسطى. مناطق السهول الوسطى بتمتد منين؟ بتمتد من البحيرات العظمى شمالا حتى المكسيك جنوبا. ركزوا في السؤال ده مهم جدا. تعد مناطق جبال الإلب من أهم مناطق الجذب السياحي. تمام؟ مناطق جبال الإلب هي فيها جذب سياحي، بس الأكثر من جبال الإلب اللي ذكرناها هي الهضاب مين؟ الوسطى. اللي بعدها تغطي الغابات نحو ثلث مساحة. الغابات ثلث مساحة مين؟ حضرتك قلت لي الغابات ثلث وثلث، ثلث مين ومين؟ ثلث ألمانيا وثلث مين؟ نيجيريا، يبقى الإجابة صح. تقع كل من ألمانيا ونيجيريا والهند. ألمانيا ونيجيريا والهند مش دول شرق خط غرينتش؟ يقعوا فين؟ في الركن الشمالي الشرقي بالنسبة للعالم. تمام؟ ولا خطأ؟ ركزوا يلا. تقع كل من ألمانيا ونيجيريا والهند شرق القارات في الركن الشمالي الشرقي ولا الركن الشمالي الغربي؟ لا يا مستر، هم موجودين فعلا في الركن الشمالي الشرقي، ركزوا بس في دي. يبقى هنا صح، الركن الشمالي الشرقي. طيب اللي بعديها يا مستر بتقول لك ايه؟ تحتل دولة بيرو. تحتل دولة بيرو مين؟ المرتبة الثالثة عالميا في إنتاج الحديد. بيرو الثالثة في الحديد. هي بيرو يا مستر كانت الثالثة، بس مش في الحديد، كانت الثالثة في النحاس. أمال مين الأولى يا مستر في النحاس؟ الأولى في النحاس كانت دولة شيلي، أمريكا مين؟ جنوبية في الجهات الغربية. السؤال اللي بعديه. تحد النمسا وسويسرا جبال الإلب الألمانية من الجهة الشمالية. لا، ده نمسا وسويسرا كانوا جنوب مين؟ جنوب ألمانيا. يعد كل من التطور العلمي ورأس المال. تطور علمي، رأس مال، وسياسات الحكومات، دي مقومات طبيعية ولا تطور علمي بشري؟ يبقى خطأ،
بشرية. اللي بعدها، يعد إقليم شمال شرق الولايات المتحدة من أكبر الأقاليم الصناعية في العالم الجديد. يبقى أنت عندك هنا مين؟ صح، شمال شرق الولايات موجود عند البحيرات العظمى. طب مستر اللي بعديه، تعد منطقة البحيرات العظمى من المراكز الصناعية الحديثة في أمريكا الشمالية. حضرتك مستر انت قلت لي البحيرات العظمى المراكز الصناعية الحديثة، تمام، ولا ده إقليم شمال شرق الولايات؟ بحيرات عظمى إقليم شمال شرق الولايات، مش من المناطق الصناعية الحديثة. أمال المناطق الصناعية الحديثة كان موجودة فين؟ كندا والمكسيك. يبقى الحديثة مين؟ كندا والمكسيك في أمريكا الشمالية. تتصدر قارة أمريكا الشمالية أولى قارات العالم إنتاجا إلى الطاقة النووية والغاز. لا غلط يا مستر، كانت الأولى نووية غاز هي القارة الأوروبية. من أهم المناطق الصناعية في إقليم روسيا وأوكرانيا. أهم المناطق الصناعية في إقليم روسيا وأوكرانيا كان مين ومين؟ كانت الصين وكوريا وجزيرة هنشو في اليابان. لا أنت لسه قايل لي ده شرق آسيا، يبقى نشيل روسيا وأوكرانيا ونكتب إقليم مين؟ شرق آسيا. تحتل السعودية وتليها روسيا أولى دول العالم، لسه قايلينها في الخريطة، كانت الأولى في إنتاج البترول، السعودية روسيا والولايات. السؤال اللي بعديه، يعد كل من المادة الخام ومصادر الطاقة. مادة خام من عند ربنا، ومصادر طاقة، والموقع مكان أنا مش هقدر أتحكم فيه، مش هقدر أشيله، من عوامل قيام الصناعة الطبيعية. صح يا مستر. يعد كل من المطاط والشاي، تمام، مطاط وشاي، من المحاصيل ذات طبيعة خاصة. صح يا مستر. يتشابه كل من الزراعة والرعي البدائي. التشابه ما بين ايه؟ التشابه ما بين الزراعة والرعي البدائي في الاعتماد على الأساليب العلمية. حضرتك لسه قايل، تمام، الزراعة، تمام، والرعي البدائي، تمام، الاتنين بيعتمدوا على الأساليب العلمية، تمام. لا يا مستر غلط، ده الرعي الايه؟ الرعي التجاري. يبقى سواء زراعة أو رعي تجاري أساليب علمية. بدائي أساليب بدائية قديمة. تعد كل من عملية البحث والتنقيب عن الخامات وإعداد المنجم للتعدين. الحاجات دي بتتم بعد التعدين، يعني أنت بعد ما تطلع ولا لازم تجهزها قبل التعدين؟ يبقى قبل التعدين. وسؤال مهم ممكن يجيلك، دلل. يسبق عملية التعدين العديد من العمليات. هتقول له مين؟ البحث والتنقيب لازم تدور الأول عن الخامات، انت هتطلعها ازاي من غير ما تكتشفها أصلا، تمام، ولازم تجهز المنجم لاستخراج الكمية الهائلة اللي انت هتطلعها. يعد كل من القطن والكتان والقمح. قطن، كتان، وقمح من أهم محاصيل الألياف. هم من محاصيل الألياف، بس القمح مش من الألياف، هنشيله ونحط مين؟ الجوت. حدثت أول تجربة للوحدة العربية بين مصر وسوريا. مصر وسوريا أنا قلتها خلاص. يبقى أول وحدة عربية كانت مصرية وسورية سنة 58، مدتها 3 سنين. تم تشكيل مجلس الأمة بناء على دستور 56. يبقى الأمة 56، وعطينا للمرأة الحق برضه في الانتخابات. تسببت إنجازات ثورة يوليو، سؤال مهم جدا، في المجال الاجتماعي والمجال العربي والدولي للتعرض مصر للعدوان الثلاثي، تمام. ثورة يوليو كانت سبب في التعرض للعدوان الثلاثي في المجالات الاجتماعية. هي في النواحي الاجتماعية قضت على الاحتكار، وقضت على الفساد، وقضت على حاجات كتير جدا. والعربي والدولي كمان يا مستر ساعدت الدول العربية، وفي النواحي السياسية كمان ساعدت الدول العربية كتير، وأممت قناة السويس. يبقى كل الأسباب دي كانت سبب مباشر في مجيء العدوان الثلاثي، سواء عشان ساعدنا الجزائر فرنسا جت، سواء عشان جبنا سلاح إسرائيل جت، سواء أممنا قناة السويس بريطانيا جت. نجحت ثورة يوليو في إلغاء دستور 23. يبقى خطأ 23. ساعدت مصر العديد من الدول العربية. مصر ساعدت الدول العربية في الاستقلال زي السودان والعراق، صح، واليمن وغيرها وغيرها وغيرها، وتونس والجزائر. ايوه صح صح صح. بس كينيا لا يا مستر، كينيا افريقية غير عربية. ساعدناها برضو بس دي افريقية. ادى توقيع مصر
ثورة 36. تمام. هي المفروض ان انا لما وقعت معاهدة، لما مصر وقعت معاهدة 36، اول ما مصر وقعت معاهدة 36 خلت مصر ميدان لحرب عالمية تانية. ايوه يا مستر، عشان استنزفت موارد مصر. أجبرت بريطانيا الملك فاروق على تعيين محمد نجيب. بريطانيا أجبرت الملك فاروق على تعيين محمد نجيب، وغلط يا مستر، على تعيين مصطفى النحاس، وده دليل على التدخل البريطاني في شؤون مصر، واستقلالنا كان استقلالي زائف، يعني غير حقيقي شكلي. يعتبر تحديد ساعات العمل ونسبة الأرباح من إنجازات ثورة 23 يوليو الاجتماعية وقوانين المعاشات. اشتركت مصر مع كل من الهند والصين في تأسيس حركة عدم الانحياز. مصر اشتركت مع مين؟ مع الهند، أيوة، ويوغوسلافيا. يبقى الهند ويوغوسلافيا، ولا عن حزل الكتلة الشرقية ولا الغربية. تعد فرنسا أولى الدول التي سعت لإقامة وطن يهودي لفلسطين. لا، ده الدولة الرئيسية كانت دولة بريطانيا بوعد بلفور. كان التأثير الأكبر لمؤتمر سان ريمو بالنسبة لفلسطين على الصعيد الاقتصادي. لا يا مستر، مؤتمر سان ريمو كان على الصعيد السياسي. خلاص يا مستر، وضع فلسطين تحت الانتداب مين؟ البريطاني، عشان تطبق وعد بلفور. أعلنت مصر الوقوف بجانب سوريا تطبيقا لاتفاقية إن إحنا كنا عاملين ندافع مع بعض ضد أي معتدي، فاسمها اتفاقية الدفاع المشترك. قامت مصر بإغلاق خليج العقبة. إحنا قفلنا خليج العقبة، فده حصار اقتصادي. يا مستر صح. ساعدت التكنولوجيا المتطورة في هزيمة الجيش المصري في حرب 67. صح، التكنولوجيا المتطورة والطائرات الحديثة هي اللي كانت سبب في 67، وهي اللي تسببت في ثغرة الدفرسوار في 73. نجحت القوات المصرية من هزيمة القوات الإسرائيلية في معركة رأس العش. أيوة يا مستر، رأس العش في مدينة مين؟ بور فؤاد. نجحت القوات المصرية في بناء حائط صد الصواريخ خلال مرحلة الصمود والتصدي، خلال مرحلة مين؟ الاستنزاف. تمام؟ اللي بعدها، كانت القوات الجوية المصرية هي أقل القوات تأثيرا من نكسة 67. يعني أكتر قوة اتأثرت بالسلب في حرب 67 كانت القوة الجوية. لا، ده للأسف القوات الجوية بتاعتنا اتدمرت. أمال كانت مين؟ القوات البحرية هي اللي نجت بنسبة كبيرة. يعتبر فريق أول سعد الدين الشاذلي من شهداء حرب الاستنزاف. تمام؟ لا، ده كان الشهيد الفريق أول عبد المنعم رياض. تعد دولة السعودية من الدول التي قدمت لمصر دعما ماليا وعسكريا. تمام. ومن الجناح الأفريقي، لا يا مستر، دي من الجناح مين؟ الأسيوي. نص قرار 242 لمجلس الأمن بوقف جميع الأعمال الحربية ابتداء من 22 أكتوبر 73. لا يا مستر، ده قرار 242 كان في حرب 67. أمال القرار الثاني كان اسمه إيه؟ كان اسمه 338. ركز في القرارين دول. كان نصوص معاهدة السلام بمثابة تطبيق لقرار مجلس الأمن. يا مستر، عشان النصوص انسحاب إسرائيل، تمام، واحترام سيادة الآخر والممرات الملاحية هي بالظبط يعتبر. فهنا صح، بس زودنا حق فلسطين. عقد مؤتمر مدريد برعاية كل من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا. لا يا مستر، مدريد ده كان 91، ما كانتش روسيا، كان اسمها الاتحاد السوفيتي. أتمت مصر استعادة كاملة لأراضيها عن طريق مبدأ التحكيم. يعني أنا رجعت كامل أراضية، كل الأراضي بتاعتي عن طريق مبدأ التحكيم. أمال من سينا قلت يا مستر جبناها عن طريق معاهدة السلام. صح، بس آخر حتة من أراضيها اللي هي طابة على خليج العقبة جبتها عن طريق مبدأ مين؟ التحكيم، ودي كانت آخر جزء للأراضي المصرية. تحقق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من سيناء. الكامل؟ لا يا مستر، انت قلت لي الكامل مع مين؟ مع طابة، لسه حضرتك قايلها. ساهمت التكنولوجيا في اندلاع ثورة 23 يوليو وثورة 25 يناير. سؤال جميل جدا. ايوه يا مستر، 25 يناير التواصل، الفيسبوك. تمام يا مستر، الفيسبوك، وعندك مين؟ الانترنت. كل الحاجات دي كانت سبب هنا. تمام. طب دي تكنولوجيا. طب هنا ظهر ايه يا مستر في ثورة 23 يوليو؟ هنا ظهرت الإذاعة.
ما هي دي كانت جزء من انواع التكنولوجيا الايه المسموعه. من الاسباب الاقتصاديه لقيام ثوره 25 يناير استمرار العمل بقانون الطوارئ، تمام، ودي من الاسباب الاقتصاديه استمرار العمل بقانون الطوارئ، تمام. ده يعتبر اجتماعي يا مستر، امال ايه؟ كانت نظام الخصخصه، ان انت خصخصت بعت جميع مؤسسات الدوله لرجال الاعمال باقل من الاسعار. تسلم السلطة في 2013 بعد عزل رئيس محمد مرسي. مين اللي تسلم السلطة؟ اللي تسلم السلطة بعديه هو المستشار عدلي يكن، لا الاسم ده ما سمعتوش، امال اسمه عدلي ايه؟ منصور. يعد كل من مجلس المشورة والمجلس العالي من أهم المجالس اللي أسسها مين؟ محمد علي. كنت بقول لك محمد علي إيه؟ دايما عالي، أسس لنا المشورة والعالي. صح، الإجابة صح، بس نكمل. ذات سلطة كاملة؟ لا غلط، كانت سلطتها إيه؟ شكلية، لا سلطة لها. السؤال اللي بعديه، كانت أولى إنجازات المرأة حتى نهاية القرن التاسع عشر على الصعيد الاجتماعي. أولى إنجازات المرأة على الصعيد الاجتماعي حتى نهايات القرن الكام؟ التاسع عشر. يا مستر، كانت اولى انجازاتها على الصعيد الاجتماعي. طب ليه؟ عشان معظم الانجازات في الوقت ده اللي هم دخلوا له مين؟ المدرسه. دي كانت الاهم الانجازات ليه في الوقت ده في عهد الخديوي اسماعيل. تولت حكمة ابو زيد وزيرة للشؤون الاجتماعيه اوائل العقد الثامن خلال القرن العشرين، تمام. انا قلت وزيره الشؤون الاجتماعيه دي نركز فيها جدا، ليه؟ عشان المنصب ده تولاه اتنين، الاولى حكمه ابو زيد، تمام، والثانيه عائشه راتب، تمام. يبقى الاولى حكمه والثانيه مين؟ عائشه راتب. اللي بعدها، شغلت امال عثمان رئيسه اللجنه الشرعيه بمجلس الشعب. طيب السؤال اللي بعديه، اختر. تعد دولة نقط من أكبر الدول المنتجة إلى الأرز والبنجر في قارة أفريقيا. رز وبنجر كانت الأولى طبعا من غير تفكير دولة مصر. تنتج قارة نقط ثلثي الإنتاج العالمي من القطن. مين القارة العملاق في الإنتاج؟ القارة العملاق في الزراعة والحيوان قارة مين؟ آسيا. تحتل قارة نقط المركز الثاني في تربية الأبقار. الأبقار كانت برضو الأولى آسيا والثانية أمريكا الجنوبية. تعد دولة نقط من أكبر الدول المنتجة للألبان والأبقار. دولة بيعبدوا الديانة الهندوسية فما بيذبحوش بقر فبيجيبوا لبن أكتر، فدي دولة مين؟ الهند. يعد المصدر الرئيسي للطاقة حتى أوائل القرن العشرين، وأكثر مصادر الطاقة تلوث. ده مين؟ الفحم. تقع أهم مراكز الصناعة الحديثة في جنوب شرق آسيا. مراكز صناعية حديثة في جنوب شرق آسيا كان في كذا دولة زي تايلاند، ماليزيا، إندونيسيا، سنغافورة. طب في واحدة منهم هنا في ماليزيا. يستخرج من وسط السهول الشمالية في نيجيريا. وسط السهول الشمالية حضرتك قلت لي مين؟ القصدير، تمام يا مستر. والفحم شرقية والبترول جنوبية شرقية. من أهم واردات مصر التي تعتمد قيمها على الصادرات الخام النيجيرية. الصادرات الخام، هي نيجيريا كانت شاطرة فين؟ نيجيريا كانت شاطرة حضرتك قلت لي الأولى في أفريقيا في المطاط. طب المطاط ده بنصنع منه إيه؟ إطارات السيارات. ركزوا. يستخرج من نيجيريا من مناطق قرب الساحل الجنوبي الشرقي، لسه حضرتك قايلها فوق، البترول. تستورد مصر من نيجيريا. مصر بتشتري من نيجيريا ايه؟ الحبوب الغذائيه. طب الباقي مصر بتصدر اسمده، مواسير، تمام، واسلاك واطارات اللي هي كاوتشات العربيات. تعتبر مدينة نقط العاصمة الاقتصادية لدولة نيجيريا. كانت مدينة مين اللي موجودة قرب خليج غينيا؟ مدينة لاجوس. تمتد سهول نقط إلى الغرب من الخليج البنغال وتكون موازية له. يبقى خليج بنغال، يبقى أنا كده بتكلم على مين؟ الهند، تمام. طب تعال، أنا كنت بقول لك هنا مين؟ سهول مين؟ كارومندال في الجهة الشرقية، تمام. والجهة الغربية ملبار، تمام يا مستر. طيب الجهة الغربية عربي. طب هنا أنا بتكلم على خليج إيه؟ البنغال، يبقى كارومندال. وملبار عربي.
يزيد المتوسط السنوي للحرارة في الهند كلما اتجهنا شمالا، كل ما تطلع شمال الحرارة عندك المتوسط فيها بيقل. طب اللي بعدها، يسود سطح البرازيل. طبعا سطح البرازيل زي سطح افريقيا واستراليا الترم الاول كان المظهر الهضبي. يعد ميناء نقط من اهم الموانئ البرازيليه، لسه حضرتك قايلهولي في الخريطه ساو باولو. تعد، يركزوا الاسئله بتتكرر، تعد سلاسل جبال نقط اعلى جبال تمام نطاق المرتفعات والاحواض الجبليه الغربيه. هي اعلى جبال في الولايات المتحده كانت من جبال مين؟ قلنا روكي. اكبر مدن السهول الوسطى لسه مش عارف، وتقع على بحيره ميتشيجن. حضرتك لسه قايل لي فوق البحيرات كانت مدينه مين؟ شيكاغو. تنتشر الغابات المخروطيه والنفضيه في المانيا. موجوده في المانيا. موجوده فين؟ في جبال الألب. تعد مدينة نقط من أهم الموانئ الألمانية. حضرتك قلت لي هامبورغ. تحكم نقط في جميع القطاعات. مين اللي اتحكم في جميع قطاعات الجيش المصري بعد إذاعة البيان؟ بعد إذاعة البيان هو اللي ذاع كان السادات، تمام؟ بس اللي اتحكم في جميع القطاعات كان محمد نجيب. يعد أولى إنجازات ثورة 23 يوليو في المجال. أول إنجاز قلنا يا مستر القضاء على الإقطاع والكلام ده وسيطرة رؤوس الأموال كانت في الأنشطة الاجتماعية. الاهتمام بالتعليم الصناعي. تعليم صناعي بقى الإنجاز الاقتصادي. وافقت إسرائيل على قرار تقسيم فلسطين وارتكبت مذابح، أشهرها مذبحة دير ياسين. بعد فشل العدوان الثلاثي انسحبت إسرائيل أوائل 67 من غزة وسيناء. يعني قبل حرب مين؟ قبل حرب 67 كانت إسرائيل دخلت مين؟ غزة وسيناء قبل كده في العدوان الثلاثي. قدمت الولايات المتحدة الأمريكية معلومات عسكرية لسه قايلها لك عن ثغرة اسمها ثغرة الدفروسوار. رئيس أركان القوات المسلحة الذي حصل على قلادة النيل العظمى. قلادة النيل العظمى الفريق سعد الدين الشاذلي. أجريت مفاوضات سرية بين فلسطين وإسرائيل، نتج عنها لو قال لك فلسطين وإسرائيل يبقى اتفاقية أوسلو، ومصر أيدت أي اتفاقية تدعو لحق الشعب الفلسطيني وتجيب حقه في الأراضي المحتلة. أول وزير للشؤون الاجتماعية لسه قايل لك، الأولى حكمة في عهد جمال والثانية عائشة في عهد السادات. صدر الدستور الدائم دائم مين؟ ساداتي، سيادة القانون واستقلال القضاء وعودة الأحزاب وتعددها. تعد مجلة الريحانة أول مجلة نسائية مصرية، أصدرتها مين؟ ريحانة جميل، الريحاني ريحته جميلة فأصدرته جميلة حافظ. وركز في دي، الأولى كانت مجلة والتانية بقت إيه؟ جريدة بنفس الاسم بعدها بسنة. أنشأ الخديوي وإسماعيل أول مدرسة لتعليم البنات عام 1973 بفضل دعوة مين؟ مين الشاطر اللي راح يتعلم في بلاد أوروبا وكان لما رجع مصر عايز يطور التعليم؟ كان رافع الطهطاوي. تم تأسيس كل من الجمعية العمومية والتشريعية ومجلس شورى القوانين. يبقى زي ما قلت لكم يا حبايبي، تمام؟ لو جه قال لك مجلس وجمعيتين، مجلس مين؟ مجلس شورى القوانين، والجمعية العمومية والجمعية التشريعية، يبقى مين؟ الاحتلال. وهي كلها مجالس شكلية لا سلطة لها، هدفها الاستبداد في البلاد. اكتب المفهوم الجغرافي او التاريخي، ومين برضو الى من تنسب الاعمال. يعني انا هنا لما املك اكتر من مصطلح في حاجة واحدة. زراعة الارض اكتر من مرة، زراعة الأرض أكتر من مرة مش مرة واحدة، تمام؟ لسد حاجة السكان المحليين عشان السكان عددهم كتير أكتر من مرة، تمام يا مستر؟ وفي أماكن ضيقة، يبقى دي الزراعة الكثيفة عشان تسد حاجة السكان. طيب تاني حاجة، زراعة تتم في مزارع واسعة بهدف الإنتاج التجاري الضخم، يبقى دي الزراعة مين؟ الزراعة التجارية العلمية أو الزراعة الواسعة. طب مستر، تالت حاجة، نوع من أنواع الرعي يمارس سكان المناطق الصحراوية.
في مساحات واسعة. سكان المناطق مين؟ الصحراوية. من غير ما افكر يبقى الراعي البدائي يعد اهم مصادر الطاقة لارتباطه بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، رفع من قيمة المجتمع، وليه دور في العلاقات السياسية. ليه دور في العلاقات السياسية زي ما حصل في حرب مين؟ 73 الدول العربية ساعدونا. هو مين؟ البترول. طاقة تنتج من الأمواج، مش هكمل، طاقة من الأمواج والمد والجزر، يبقى دي الطاقة مين؟ الكهرومائية. تمام يا مستر، دي كانت شاطرة فيها بريطانيا واليابان. مدينة تحتل المركز الثاني في الأهمية، تمام، في نيجيريا، وبها مراكز تجارة وتعليم ومواصلات. كنت بقول لك لاجوس الأولى في الأهمية، أبيدان جنب لاجوس بشوية وهي الثانية في الأهمية. مدينة تعد عاصمة إقليم البافاريا الجنوبية، جنوب ألمانيا، لسه حلينها فوق في الخريطة، وفيها شركات عالمية. مدينة مين؟ ميونخ. تولى رئاسة الحكومة المصرية في فبراير 42، لسه حلينه، كان مين؟ مصطفى النحاس. تم في حكمه تطبيق قانون الإصلاح الزراعي الأول وإلغاء الملكية. كان مين يا مستر؟ الملك فاروق اتنازل بالحكم عن لابنه مين؟ أحمد فؤاد الثاني. وفي عهد أحمد فؤاد الثاني تم تطبيق مين بقى؟ قانون الإصلاح الزراعي. سؤال مهم جدا جدا جدا. قام بتأسيس تنظيم الضباط الأحرار، واللي أمم قناة السويس، واللي اتصدى للعدوان الثلاثي. كل ده كان مين؟ جمال عبد الناصر. قائد سلاح الطيران. قائد سلاح الطيران في حرب 73 كان مين؟ الرئيس محمد حسني مبارك. تمام، بس كان هنا قائد الجو، قائد القوات الجوية. وزير خارجية بريطانيا أصدر وعد بلفور. أصدر وعد، أنا جاوبته. تمام، أصدر وعد مين؟ 1917 لإقامة وطن لليهود، وعد من لا يملك لمن لا يستحق. كان اسمه إيه؟ جيمس بلفور. طيب يا مستر، وزير الحربية وقائد القوات المصرية والسورية، قائد القوات المصرية والسورية في حرب 73، وصاحب خطة الخداع، وعطينا له مين؟ عطينا له نجمة. كان مين؟ المشير أحمد إسماعيل. يبقى أحمد إسماعيل قائد القوات، خداع، عطينا له مين؟ هدية مين؟ نجمة سيناء. طب لو قال لك رئيس أركان القوات المسلحة، السؤال ده برضه هام. رئيس أركان القوات المسلحة وصاحب خطة العبور وتدمير خط بارليف، كان اسمه ايه؟ الفريق سعد الدين الشاذلي. طب ده عطينا له ايه؟ عطينا له قلادة النيل العظمى. تمام يا مستر. طيب اللي بعديه رئيس الهيئة التي قامت بوضع الخطة. خطة في ايه؟ ده درس توقيتات. ويتعين رئيس اركان القوات المسلحه. حضرتك مش لسه قايل لي سعد الدين الشاذلي كان رئيس اركان القوات المسلحه؟ صح، حصل. طب ازاي وده رئيس اركان؟ ما هو الشخص اللي هقوله دلوقتي اللي هو محمد عبد الغني الجمصي كان رئيس اركان القوات المسلحه بعد حرب 73، يعتبر في ديسمبر 73. بينما سعد الدين الشاذلي كان من 71 ل 73. الرئيس الأمريكي الذي دعا إلى مؤتمر كامب ديفيد. مين الرئيس الأمريكي اللي دعا لتوقيع مؤتمر كامب ديفيد؟ كان اسمه كارتر. وقع اتفاقية السلام من جانب إسرائيل، هو من جانب مصر السادات ومن جانب إسرائيل بيجين. تولى الحكم عام 2012 وتم عزله 2013 محمد مرسي. طيب مين اللي تولى بعديه؟ بعد مرسي لحين إجراء انتخابات مبكرة رئيس السلطة، تمام، كان الرئيس مين؟ عدلي منصور. تولى رئاسة مصر بعد فوزه في انتخابات رئاسية عام 2014 الفريق عبد الفتاح السيسي. تمام، يبقى انت عندك مرسي وبعديه عدلي منصور وبعديه الرئيس عبد الفتاح السيسي. مؤتمر تم برعاية الولايات المتحدة الأمريكية
والاتحاد السوفيتي. لسه قايلينه فوق يا مستر لما كنت كاتب لك روسيا غلط، احنا قلنا غلط الاتحاد السوفيتي. واكد على مبدأ بيجي في الامتحان كتير، الارض مقابل السلام. هات ارض يبقى في سلام. كان اسمه مؤتمر مين؟ مدريد. حركة سياسية تعني عدم الانضمام ولا للشرق ولا للغرب، انا ولا ليا دعوة بدول ولا بدول. حركة مين؟ عدم الانحياز، كان منها مصر والهند ويوغوسلافيا. حرب شنتها القوات المصرية على إسرائيل من 69 لحد 70، اسمها حرب مين؟ الاستنزاف. خط دفاعي منيع حطمته القوات المصرية في 73، يبقى بارليف. طب لو قال لك القوات خط حطمته القوات، بس هنا بص السؤال هنا متكرر يعتبر، بس هنا هنشيله ونكتب القوات الايه؟ السورية. مش عارف البي دي اف مهنج ليه كده. السورية يبقى خط مين؟ الوان، تمام؟ او الون، تمام؟ يبقى انت عندك بارليف في مصر والوان فين؟ في سوريا. ركزوا فيه جدا. مؤتمر عقد في الولايات المتحدة الأمريكية وتم التواصل فيه إلى توقيع اتفاقية السلام. مؤتمر اتعقد في الولايات المتحدة الأمريكية ووقعنا فيه، كتبنا فيه اتفاقية السلام. مؤتمر يبقى مؤتمر مين؟ كامب ديفيد. مؤتمر شاركت فيه مصر لحل الصراع العربي الإسرائيلي على أساس مبدأ الأرض مقابل السلام، لسه قايلينه، مدريد. اتفاقية جاءت نتيجة مؤتمر مدريد. الاتفاق جات نتيجة مؤتمر مدريد، يعني لو ما كانش مؤتمر مدريد اتعمل ما كانش الاتفاق دي اتعمل، تمام؟ ونتج عنها مفاوضات بين منظمة التحرير الفلسطيني، تمام، برعاية الولايات المتحدة الأمريكية بعد مدريد بسنتين. كان اسمه اتفاقية مين؟ أوسلو، اتفاقية أوسلو. طيب يا أبطال، تاني حاجة يعتبر عندي في جزء شرح النهاردة بإذن الله هنتكلم على الأسئلة مين؟ المقالية. وعايز أقول لحضرتك إن الأسئلة المقالية دي تافهة جدا جدا جدا، أسهل من الأسئلة الكتير اللي احنا قلناها قبل كده، تمام؟ طب مستر، الأسئلة الصغيرة الإلكتروني الحاجات البسيطة دي هي اللي بتكعبل وهي اللي بتلخبط. طب مستر، السؤال الأول بيقول لك إيه؟ بما تفسر، يعني إيه؟ اذكر لي السبب. مارس البشر العديد من الأنشطة الاقتصادية البدائية في الماضي، تمام؟ بما تفسر، ايه السبب؟ انت ليه بتشتغل في الماضي وفي الحاضر؟ والله انا بشتغل عشان اجيب الغذاء بتاعي واجيب المسكن بتاعي واجيب الملبس الكساء اللي البسه، تمام؟ نفس النظام، يبقى الغذاء والكساء والمأوى. صعوبة استخدام الماكينات الزراعية، انت ليه صعب تستخدم مكنة كبيرة في أرض صغيرة؟ مكنة زراعية في الأراضي الكثيفة أو البسيطة، ما انت حضرتك قايلها بسبب صغر وضيق مساحة الحقول. انخفاض التكاليف، ليه التكاليف منخفضة؟ انخفاض التكاليف وقلة عدد العمال في الزراعة التجارية. ليه التكاليف بقت قليلة والعمال عددهم قل؟ ما انت حضرتك يا مستر قلت لي حاجة في الشرح لما كنت بتشرح لنا، قلت لك ايه يا حبيبي؟ في بنت اسمها فاطمة كانت علقت معايا في الحتة دي. ايه اللي علقت عليك يا مستر؟ قالت لي يا مستر الزراعة التجارية دي ليها شكل ايجابي وفي نفس الوقت ممكن يبقى ليها شكل سلبي. ايه الشكل السلبي؟ ان الآلة هتحل محل الانسان، يبقى كده هتؤدي الى زيادة معدلات البطالة. ايوه صح، يبقى انت عندك انخفاض التكاليف وقلة عدد العمال بسبب الاعتماد على مين؟ الآلات والطرق العلمية. اول ما يقول لك عدد عمال يقل قول له الطرق العلمية. تشابه النشاط الزراعي في كل من جنوب شرق آسيا، تمام، وأوروبا. النشاط الزراعي في جنوب شرق آسيا وقارة أوروبا، جنوب شرق آسيا وأوروبا الاتنين بيهدفوا لإيه؟ والله يا مستر قارة أوروبا وجنوب شرق آسيا الاتنين النشاط بتاعهم نشاط تجاري ضخم، يبقى بهدف النشاط التجاري العلمي. طب التجاري العلمي يهدف إلى إنتاج إيه؟ تجاري ضخم، إن أنت تنتج كمية أكتر من احتياجاتك عشان تبيع وتكسب. يتركز زراعة الشاي في دول شرق آسيا. يتركز زراعة الشاي في دول شرق آسيا، يعني هو عايز إيه؟ عايز الأسباب اللي مخلي الشاي موجود هناك. دلل يوجد العديد من الشروط لزراعة الشاي. دلل الشاي لا يزرع إلا في أماكن معينة، تمام؟ دلل الشاي له طبيعة خاصة، تمام؟ برهن اثبت لي ليه؟ هتقول بسبب
توافر ظروف زراعته. طب ظروف زراعه الشاي بيحتاج الى ايه؟ تربه ايه؟ خصبه خفيفه. تربه خصبه مين؟ خفيفه. يبقى بيحتاج تربه خصبه خفيفه، هواء رطب ومطر غزير. يبقى تربه خصبه خفيفه، رطب غزير. يبقى التربه خصبه خفيفه، الهواء عندنا رطب والمطر عندنا غزير. اهميه الثروه الحيوانيه. الحيوانات مهمه في ايه؟ والله يا مستر انا بشرب منها لبن، تمام، وباكل منها لحم، تمام. طب والجلد بتاعها؟ ما انت بتستفاد من الجلود وبتستفاد من الصوف. يبقى لحوم، البان، جلود وصوف. هناك العديد من العوامل التي تؤثر في تطور حرفه الصيد، تمام. ايه العوامل اللي ساعدت في تطور حرفه الصيد، بالتحديد صيد الايه؟ الاسماك، تمام. عوامل صيد الاسماك حضرتك كنت بتقول لي اتنين، وسؤال مهم ممكن يجي في الامتحان، عوامل طبيعيه وعوامل بشريه. طب زي ايه يا مستر الطبيعيه؟ قال لك والله ضحاله المياه وغناها بالغذاء. اتنين، التقاء التيارات، الدافئ مع البارد فبيجيب لي كده جو معتدل، تمام يا مستر. يعني السمك كمان بيحب المعتدل، وتوفير الموانئ. طيب بعدها ايه يا مستر؟ دي كده يعتبر طبيعيه. طب دي يعتبر للاسف بشريه. طب وتوفر مين؟ الخبرات العلميه الفنيه، اللي بيصطاد لازم يبقى حد فاهم، يبقى دي بشريه. والمزارع السمكيه، التوسع في تربيه الاسماك يعني مزارع سمكيه. تمام يا مستر، انت دلوقتي عرفت مين اهميه هناك العديد من العوامل التي تؤثر في تطور حرفه الاسماك. عرفت عوامل بشريه وعوامل طبيعيه. انخفاض اعداد العاملين في الرعي البدائي في المناطق الحاره. هنا السؤال ده متوقع في الامتحان، يا يجي يقول لك انخفاض اعداد العاملين في المناطق الحاره، يا يجي يقول لك انخفاض اعداد العاملين في شبه الجزيره العربيه، ما هي مناطق حاره، وبلاد الشام مناطق حاره، وشمال افريقيا مناطق حاره، او يجي يقول لك وسط اسيا في بعض المناطق المعتدله. ليه قله العاملين بالرعي؟ قال لي هنا في الحاره هتقول له بسبب توطينهم والعمل في البترول. طيب لو قال لك وسط اسيا هتقول له بسبب تعليم وانشطه اقتصاديه اخرى زي الصناعه وغيرها وغيرها وغيرها. تقدم الصناعه في اقليم غرب ووسط اوروبا، تمام. تقدم الصناعه في اقليم غرب ووسط اوروبا، تمام. وشمال شرق الولايات، دول يعتبر اقوى اقاليم صناعيه في العالم. طب ليه الصناعه هناك متقدمه؟ اول ما يجي يقول لك ليه الصناعه متقدمه، ما انت حضرتك هنا قلت لي ليه صيد الاسماك متقدم؟ لتوافر شروط زراعته. ليه الزراعه هنا موجوده؟ لتوافر شروط زراعتها. فانت هنا ليه الصناعه موجوده عند الناس دي؟ لتوافر مقومات قيام الصناعه، سواء طبيعيه او بشريه، زي ماده خام، مصادر طاقه، ايدي عامله، تكنولوجيا. تعد الصين اولى دول العالم في انتاج الاسماك. لما يجيب لك اي دوله ليه شاطره في السمك، قول عشان بتمتلك سواحل، وقول عشان موجود فيها انهار، تمام. طب لو جاب لي الولايات المتحده وباكستان هتقول عشان هم بيستخدموا، واندونيسيا هتقول عشان هم بيستخدموا اساليب صيد ايه؟ حديثه، تمام. يبقى ركز، لو جاب لك الصين هتقول كده. طب لو جاب لك ولايات متحده واندونيسيا هتقول بسبب اساليب الصيد الحديثه. يبقى انت عندك بسبب طول السواحل على البحار والمحيطات، ووجود البحيرات والمزارع السمكيه. قله عدد السكان في دلتا نهر النيجر والامازون. ليه السكان بيقلوا هنا؟ تمام. وليه السكان بيقلوا هنا؟ تمام. سواء النيجر سواء الامازون، الاثنين دول مناطق قرب الاستواء، يعني مناطق حاره. يبقى بسبب الظروف المناخيه القاسيه والغابات الكثيفه، عشان امطار الاستواء غزيره. تتمتع نيجيريا بموارد طبيعيه متنوعه. موارد طبيعيه متنوعه، قول لي ايه هي الموارد والخير اللي فيها؟ مش شرط تكتب زي ما الكتاب قال بالظبط، بس قول لي احنا اتكلمنا في نيجيريا عن ايه؟ والله يا مستر احنا اتكلمنا عن غابات، اتكلمنا عن اراضي زراعيه، حضرتك اتكلمت لي فحم وبترول وقصدي، اكتب الحاجات دي صح. تساهم نيجيريا بطريقه غير مباشره في ازدهار الصناعات المصريه. نيجيريا بتساهم في ازدهار الصناعه المصريه، يا مستر. ليه؟ عشان هي بتدينا المطاط، واحنا بتدينا المطاط واحنا اللي بنبيع لها الاطارات. طب وايه تاني؟ الاطارات بس؟ لا، وبنبيع لها سين.
الاسمده والاسلاك والمواسير، تمام يا مستر، والمحولات والاطارات المعدنيه، تمام. يعني هنا الميزان التجاري لصالح مين؟ لصالح مصر. شهدت الهند قفزه سريعه في التطور الصناعي. ليه الهند بقت شاطره في الصناعه في الوقت ده؟ حضرتك قلت لي اي حاجه شاطره في اي حاجه عشان موجود مقومات، يبقى هنا موجود مقومات الصناعه. واهتموا بايه عشان يبقى عندك مقومات صناعه؟ والله يا مستر اهتم بالتعليم، يبقى لوجود مقومات صناعه واهتموا بالتعليم والبحث. افهم يا حبيبي، قسما بالله فهمت امتحان الدراسات ده هتشربه، هيكون في جيبك. تعد البرازيل من الدول المنتجه للاسماك، مش هجاوب، بسبب طول ايه؟ طول السواحل، جنبها محيط اطلنطي وبحر كاريبي، تمام، موجود جنبك نهر الامازون. ضخامه وتنوع الانتاج الزراعي في الولايات المتحده الامريكيه. ليه الانتاج الزراعي كتير في الولايات المتحده؟ لتوافر شروط برضو ايه؟ وجود الزراعه. ليه؟ هيبقى عندي انهار زي مين؟ المسيسيبي، تمام، بالوسط والاجزاء الجنوبيه والشرقيه، تمام، والوادي الاوسط من كاليفورنيا، تمام. طب دي الولايات المتحده. وجود التكنولوجيا. يعد السهل الساحلي في شمال ألمانيا من المناطق الاقتصادية الهامة. السهل الساحلي في شمال ألمانيا هو كان فيه ايه؟ مدن اقتصادية هامة زي مدينة مين؟ هامبورغ، أكبر الموانئ الألمانية. وقريب منها برضو في الجهة الشمالية الشرقية كان موجود العاصمة برلين. تتميز الصناعة الألمانية بالجودة والتنوع. بما تفسر ايه السبب ان هي فيها جودة ومتنوعة؟ فيها جودة ومتنوعة اكيد عشان الصناعات اللي عندك كتير، تمام. طب زي صناعة ايه يا مستر؟ زي صناعة الحديد والصلب. الحديد والصلب بيعملوا منها ايه؟ والله بيعملوا منها سيارات وبيعملوا منها سفن واسلحة وغيرها وغيرها وغيرها. يبقى بسبب وجود العديد من الصناعات، حديد وصلب، سفن، سيارات، منسوجات، وطبعا الالكترونات. تطور الصناعة الألمانية بعد الحرب العالمية الثانية. ليه الصناعة في ألمانيا اتطورت؟ دولة لسه طالعة من حرب منهكة بس تقدمت. ليه؟ القاعدة الثابتة، ناس عايزة تتقدم في مقومات الصناعة، يبقى توفر مقومات الصناعة وجالها فلوس، استثمارات، والحاجة الثابتة الوسائل العلمية أو التكنولوجيا. يعتبر اكتوبر 1954 حدث مهم في تاريخ مصر. ليه؟ عشان في الوقت ده تم توقيع اتفاقية اسمها اتفاقية الجلاء. خلاص خدوا بعضكم وامشوا. يبقى توقيع اتفاقية الجلاء بين مصر وانجلترا بعد احتلال دام 74 عام عشان انجلترا تمشي سنة 56. سقوط الادعاءات المزيفة باستقلال مصر عقب حادثة 4 فبراير سنة 42. كان بيقول لك بريطانيا او انجلترا كانت بتقول لك ان مصر دولة ايه؟ مستقلة. فتيجي لحاكم مصر، خد يا ملك يا فاروق اعمل ايه؟ اعزل وشيل واعمل. هو ده حاكم مصر؟ يعني هو كلمته الاولى والاخيرة انت ما تأمرنيش. فانت كده الاستقلال ده كان زائف. يبقى بسبب تدخل مين؟ انجلترا اجبرت فاروق ان هو يعين مين؟ مصطفى النحاس. قيام ثورة يوليو سنة 1952 بسبب ايه؟ كانت 6 اسباب يا مستر. استمرار الاحتلال والهزيمة في فلسطين وسوء احوال، تمام، اقتصادية واجتماعية وسياسية وفساد النظام الملكي. وطبعا مفيش احوال ديمقراطية. فشل العدوان الثلاثي على مصر سنة 56. سؤال برضو مهم في الامتحان. ليه العدوان الثلاثي ده فشل؟ والله فشل عشان احنا قاومنا، تمام. المصريين قاوموا، وقفوا وقفة رجالة، كانوا رجالة في الوقت ده. قاوموا بايه؟ يبقى مقاومة مين؟ جيش وشعب ومساعدة العرب. ساعدونا زي ما انا ساعدتكم، ساعدونا. يبقى مساعدة العرب لمصر. طب تالت حاجة ومن اهم الاسباب هو ايه؟ تهديد الاتحاد السوفيتي قوة عظمى بالتدخل العسكري لصالح مصر، تمام. والامم المتحدة نددت بالعدوان، والولايات المتحدة يا جماعة ما تستخدموش القوة. هزيمة الدول العربية في 5 يونيو 67. ليه احنا اتهزمنا؟ والله اتهزمنا في 67 بسبب تفوق جوي وعسكري للقوات الإسرائيلية. الصهاينة كانوا أقوياء في الجو،
فاتفاجئنا واستخدموا عنصر المفاجأة ومساعدة الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا لإسرائيل سياسيا وعسكريا واقتصاديا واستخباراتيا بالمعلومات. واحنا طبعا زي ما قلت لكم نقص التدريب والتسليح. حدوث ثغرة الدفرسوار. الثغرة دي حدثت ليه؟ لسه قايل لك بسبب المعلومات الأمريكية. تمام يا مستر. التفوق التكنولوجي والاستخباراتي. زيارة الرئيس السادات إلى إسرائيل أو بالتحديد إلى القدس المحتلة. ليه رئيس السادات راح إسرائيل؟ يعني هو الحمد لله استعاد شرف الأمة تاني، استعادت الأمة الجريحة شرفها من تاني، وهزم إسرائيل في 73 بس راح لهم. رحت ليه يا سادات؟ قال لك أنا رحت عشان أحل الصراع. تمام؟ مش هنتنينا في الحرب دي على طول، يبقى الحل الصراع بوسيلة سلمية عشان يحمي على الدماء وينشط حركة التقدم الاقتصادي. أهمية توقيع اتفاقية أوسلو. اتفاقية أوسلو قلنا أعطت لفلسطين حكم ذاتي في قطاع غزة والضفة الغربية. لم تكن ثورة 25 يناير وليدة هذا التاريخ. يعني ثورة 25 يناير ما اتعملتش يعتبر في هذا التاريخ، ما اتعملتش في 25 يناير 2011. ليه؟ عشان قبلها حصل ثورات بس صغيرة، حركات صغيرة. يبقى بسبب مين؟ سبقتها مئات الاحتجاجات التي مهدت ضد النظام. تمام يا مستر. تعد أو تدهور الأوضاع الاجتماعية في مصر قبل ثورة 25 يناير. ليه الأوضاع الاجتماعية مش موجودة؟ أول ما يقول لك أوضاع الاجتماعية تقول له غياب العدالة الاجتماعية. مفيش عدالة اجتماعية ومفيش ديمقراطية. شهدت مصر ثورة نسائية مختلفة المجالات. شهدت مصر ثورة نسائية. شهدت مصر ثورة نسائية يعني تقدم بالنسبة للنساء ما بعد 1919 حتى 1952. أنا عايز في الفترة دي إيه اللي حصل؟ قال لك في الفترة دي لقينا المرأة نزلت المظاهرات. تمام. ودخلت الجامعات. يبقى نزول المرأة المظاهرات، وانتخبت واحدة اسمها هدى شعراوي لرئاسة لجنة الوفد النسائية، ودخلت المرأة الجامعة المصرية. أسهمت ثورة 23 يوليو 1952 بدور كبير للنهوض بالمرأة المصرية. ليه؟ قال لك عشان الدستور أعطى المرأة الحق في تولي المناصب الهامة. يعني المرأة ما كانش بتتولى مناصب سياسية، بدأت في الوقت ده تتولى المناصب السياسية الهامة. أهمية دور منظمة المجتمع المدني هام جدا. منظمة المجتمع المدني هي منظمات رسمية. تمام؟ رسمية للقطاع الخاص، يعني الحكومة معترف بيها بس هي مش غير حكومية. يعني مش الحكومة اللي بتباشرها بنفسها، الحكومة بتراقبها. طب المنظمات دي هدفها ايه؟ توعية المواطنين بالحقوق السياسية. دورها ايه؟ توعية المواطنين، تعرف حقك السياسي. تمام. وتحدد علاقتك بين المواطن والدولة القائمة على الحقوق والواجبات، وتحقق الوحدة الوطنية، ولازم تدعم سياسة دولتك. يبقى توعية مين؟ المواطنين بحقوقهم السياسية. تاني حاجة تحديد العلاقات بين المواطن والدولة. تالت حاجة تحقيق الوحدة الاقتصادية. رابع حاجة لازم تدعم دولتك. ما النتائج المترتبة على زيادة الطلب على البترول وتعدد استخدامه؟ انت الحاجة الطلب عليها عالي، يبقى السعر عليها ايه؟ عايزين، يبقى ادى الى ارتفاع الاسعار. والدول الكبرى بدأت تتحكم في مناطق البترول، ما هو كنز بقى. الوحدة الاقتصادية الأوروبية، في وحدة ما بين الدول الأوروبية، يبقى بالتالي هيبقى في تكامل اقتصادي، يبقى أدى إلى التكامل الاقتصادي والصناعي والحماية الجمركية. كثرة الينابيع والغابات في المرتفعات الوسطى بألمانيا. ينابيع كتير وغابات أكتر في ألمانيا، مناظر طبيعية خلابة، يبقى كده هيبقى فيه سياحة وارتفاع الدخل القومي. افتقار الهند لمصادر الطاقة مثل للبترول. الهند بتفتقر مصادر طاقة مثل البترول، عشان كده لجأت لطاقة بديلة. تمام. هتقول لك لا انا ما عنديش بترول، ما البترول اللي عندي مش كتير، اعوضه بحاجة تانية. يبقى لجأت الى الطاقة النووية
والكهربائية. يبقى لجأت إلى مين النتائج؟ طاقة نووية كهربائية لافتقارها للبترول. الموقع الفلكي للبرازيل. ايه النتائج المترتبة على الموقع الفلكي للبرازيل؟ الموقع الفلكي بقى فيها دوائر عرض مين؟ فدوائر عرض بقى فيها مناخ، يبقى وقوع معظم المناطق الاستوائية والمدارية. تمام؟ أدى إن البرازيل موجودة معظمها في النطاق الاستوائي والمداري، عشان كده يسود المناخ الاستوائي في الجهة الشمالية حوض نهر مين؟ الأمازون، بينما يسود المناخ المداري في السهول الشرقية وهضبة البرازيل. اهي البرازيل اهي، تمام، الجزء ده كده، يبقى هنا في الجزء الشمالي هنا استوائي. طب في الوسط وهضبة البرازيل عندك مداري. طب في الجهة أقصى الجهة الجنوبية هنا الشرقية عندي المناخ المعتدل. فيجي يقول لك تركز السكان في الجهات الجنوبية الشرقية بسبب المناخ المعتدل. طب ممكن السكان يقعدوا هنا فين؟ في المناخ المداري عند هضبة برازيليا. ليه؟ ما انت مستر موجود عندك العاصمة، عند هضبة البرازيل موجود العاصمة برازيليا، مدينة صناعية، يعني فرص عمل. ركز يا حبيبي. توقيع مصر لمعاهدة 36 مع انجلترا، لسه قايلينها. معاهدة 36 خلت مصر ميدان لحرب عالمية تانية واستنزفت مواردنا، يعني اضعفتنا اقتصادية. قيام ثورة 23 يوليو في المجال العربي والدولي. المجال العربي والله احنا ساعدنا، يعتبر الدول العربية كلها، تمام، يبقى مساعدة الدول العربية وبس. وأيدنا الشعب الفلسطيني في الحصول على الاستقرار، تمام يا مستر. وكسر احتكار السلاح، كسرنا احتكار السلاح العالمي، تمام يا مستر. وأنشأنا حركة عدم الانحياز وقيام أول وحدة مصرية سورية. ويركز يا حبيبي، مجال عربي، تمام، ساعدنا العرب، أيدنا فلسطين، وحدة مصرية سورية. طيب عوامل تانية دولية زي حركة عدم الانحياز وكسرنا السلاح العالمي. اللي بعدها ثورة 23 يوليو في المجال السياسي. المجال السياسي احنا عملنا ايه؟ مجال سياسي والله يا عم الحاج، احنا حلينا الأحزاب، تمام، وألغينا الملكية وأعلنا مكانها الجمهورية، وعيننا محمد نجيب أول رئيس للجمهورية، تمام. يبقى حل الأحزاب السياسية وإلغاء الملكية وإعلان الجمهورية ونجيب أول رئيس، وألغينا مين؟ دستور 23. وقعنا اتفاقية الجلاء ورحيل آخر جندي بريطاني سنة 1956. تقسيم في فلسطين عام 1947. لما قسمنا فلسطين رد الفعل عندي اتقسم ل3. العرب رفضوا التقسيم، اسرائيل ملهاش حاجه، انت جايه ليه؟ جايه تقسمي تاخدي وطن مش وطنك ليه؟ طيب بريطانيا قالت لك انا ماليش دعوه، ده مشاكل عائليه حلوها انتوا ايه ما بينكم. يا ستي مش انت اللي عملتي وعد بلفور؟ ماليش دعوه يا ستي، مش ماليش دعوه، تمام. يبقى انت عندك العرب رفضوا الايه؟ التقسيم. طيب يا مستر بريطانيا امتنعت عن التقسيم وقالت لك انا انهي الانتداب البريطاني من فلسطين وماشيه. طيب اسرائيل دايما واليهود عكسنا، احنا رفضنا يبقى هم قبلوا وعملوا مذابح زي دير ياسين. تطبيق الهدنه في حرب فلسطين، لما طبقنا الهدنه للاسف كنا قبل الهدنه احنا اللي كسبانين، تمام، بس بعد الهدنه اسرائيل ما التزمتش بيها والولايات المتحده واوروبا ساعدوها، فحصل خيانه فادت لهزيمتنا. يبقى اسرائيل خرقت الهدنه وادت الى هزيمه العرب. فشل العدوان الثلاثي عام 1956 ادى الى انسحاب مين؟ انجلترا. النتائج بقى لما فشل، انسحاب. وضعنا قوات طوارئ دوليه وعرفنا مين الخطر الحقيقي اللي بيواجهنا هو اسرائيل. يبقى ادى الى انسحاب انجلترا وفرنسا من مدينه بورسعيد، تمام، واليوم ده برضه كان يوم عيد. وبعدها انسحاب إسرائيل من غزة وسيناء، بعدها يعتبر بأشهر في أوائل 57 إنجلترا وفرنسا 56 وإسرائيل 57. في خطر ما بيننا وما بينهم، فحطينا قوات طوارئ دولية عشان ما يحصلش حرب، وعملنا أول وحدة عربية ما بين مصر وسوريا سنة 58. توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل. ايه النتائج المترتبة لما وقعنا معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل؟
لما وقعنا معاهدة السلام العلم بتاعنا، والتاريخ ده مهم، العلم بتاعنا اترفع على سيناء، واسرائيل مشت من سيناء كاملة، لا ما عدا طابة اللي جبناها بالتحكيم يا مستر. التطبيق غير السليم لسياسة الخصخصة، لما خصخصت وقفلت معظم المصانع، لما قفلت المصانع الحكومية الشباب طلعت مش لاقية شغل. طب مش لاقية شغل والإنتاج بقى الناس رجال الأعمال المستثمرين القطاع الخاص اللي متحكمين فيه فيغلوا زي ما هم عايزين، يبقى أدى إلى إيه؟ ارتفاع الأسعار وزيادة البطالة. يبقى ارتفاع أسعار وزيادة مين؟ البطالة. الضربة الجوية المصرية عام 73، مش إسرائيل استخدمت في 67 الهجوم المفاجئ؟ أنا هعمل زيهم، فأنا استخدمت ضربة جوية بقيادة مين؟ محمد حسني مبارك. طب ضربة جوية هتأدي لإيه؟ تدمير تدمير تدمير. تدمير مين؟ معدات إسرائيل والأسلحة والدبابات وخط بارليف في 6 ساعات وعبور القوات المصرية في الضفة الشرقية، ورفعنا العلم المصري. يبقى النتائج تدمير تدمير تدمير، عبور وحطينا العلم. صدر دستور 23 أدى إلى إيه؟ إنشاء البرلمان. طب خلاص دستور 23 ده عملنا فيه البرلمان. طب لما عملنا البرلمان إيه اللي حصل؟ لما عملنا البرلمان ده بيتكون من مجلسين، مجلس النواب ومجلس مين؟ الشيوخ. يبقى تأسيس البرلمان من مجلسي النواب والشيوخ، والأحزاب اتكونت، والأحزاب كانت فاسدة في إيد مين؟ النظام الملكي وبريطانيا. السؤال السابع، ما العلاقة؟ حاجة ليها علاقة بحاجة، بتربط بحاجة. زيادة الإنتاج السمكي والتطور التكنولوجي. العلاقة بين الإنتاج السمكي كتير والتطور التكنولوجي. والله يا عم يزداد الإنتاج السمكي لما بتستخدم الأساليب التكنولوجية. سهلة اهي. الزراعة الكثيفة والأيدي العاملة. حضرتك قايل الزراعة الكثيفة بتتزرع أكتر من مرة، يبقى بتحتاج أيدي عاملة إيه؟ كثيفة. تمام. ليه؟ بتزرعها أكتر من مرة وبتحتاج عملية مين؟ التنقية والري وبذر البذور. التوسع العمراني ومساحة الحشائش في دولة ألمانيا. أنت بتتوسع بالمباني فكده مساحة الحشائش بتقل، فالغابات بتتدمر، فالحياة البرية بتتدمر. الظروف الجغرافية وتوزيع السكان في نيجيريا. ظروف جغرافية يعني الجغرافيا وتأثيرها على السكان، يعني بيقلوا فين ويزيدوا فين. بيقل عدد السكان في دلتة نهر النيجر. ازاي يا مستر ده دلتا فيها نهر ومية؟ هقول لك هناك عشان فيه الغابات الكثيفة والظروف المناخية القاسية، بينما يتركز السكان في الغرب بس كده والسهول الشمالية وهضبة جوز لوجود مين؟ والله يا مستر لوجود عندي المعادن والمراعي وأراضي زراعية. يبقى السكان بيقعدوا غرب شمال وهضبة مين؟ جوز. غرب شمال وهضبة جوز عشان عندي معادن مراعي زراعة. إنجازات ثورة يوليو والعدوان، إنجازات ثورة 23 يوليو والعدوان الثلاثي. تمام؟ إنجازات ثورة يوليو والعدوان الثلاثي، ما أنا هي لسه قايلها لك فوق. إنجازات الثورة دي هي السبب في العدوان مين؟ الثلاثي. الإنجازات السياسية لما أمننا قناة السويس وساعدنا الجزائر ففرنسا جت، وقناة السويس بريطانيا جت، وكمان لما قضينا على النظام الملكي وحاولنا نجيب برضه أسلحة كويسة لقينا إسرائيل زعلت فاشتركت برضه فين؟ في العدوان. السؤال الثامن، أثبت بالأدلة التاريخية صحة العبارة اختلف آراء المؤرخين حول ثورة 23 يوليو. أنا عارف إن إحنا طولنا جدا بس قسما بالله المراجعة دي مش هيطلع منها الامتحان. اختلفت آراء المؤرخين حول ثورة 23 يوليو. تمام؟ اختلفت آراء المؤرخين حول ثورة 23 يوليو ليه؟ قال لك والله في ناس قالت لك ان هي ساعدت في قيام الحركات التحررية العربية والعالمية زي حركة عدم الانحياز. تمام؟ وفي ناس تانية قالت لك ان الثورة دي اصلا كانت مكملة لنضال طويل للشعب المصري خلال ثورة عرابية بتاعت عرابي وثورة 1919. يبقى الرأي هنا عندي رأيين، ناس قالت لك ان الثورة دي ساعدت الحركات التحررية اللي حواليها عربية وعالمية، وناس تانية قالت لك ان الثورة دي اصلا كان في شعلة قبلها قبل كده، ان هي كانت متممة. تمام؟ لمين؟ للعربية اللي اتعملت وفشلت و19 اللي اتعملت وفشلت، فدي كانت لازم تتعمل وتنجح. سوء الأحوال الاجتماعية، المجتمع كان سيء. دلل لي
والله المجتمع سيء اكيد فقير، واكيد الجهل منتشر والمرض فيه، يبقى انتشار الفقر والجهل والمرض. اهتمام ثورة 23 يوليو بالصناعة دلل لي ان هم اهتموا بالصناعة. والله يا مستر اهتموا بالصناعة يبقى اكيد عملوا مصانع، في انشاء العديد من المصانع. حديد وصلب بفين؟ حديد في حلوان. والاسمدة في اسمدة اسوان. واهتموا بالتعليم المهني ونقبوا على البترول. اهتمت ثورة 23 يوليو بالتجارة. تجارة ده سوق يا مستر، يبقى التجارة فاتحة اسواق خارجية لمصر. وتمصير البنوك يعني جعلها مصرية. وشركات التأمين تمصير زي مين؟ تأميم قناة السويس. اعتبار بريطانيا صانعة مشكلة فلسطين. مش بريطانيا دي اللي قالت لك انا ماليش دعوة؟ تمام، في قرار التقسيم حلوها انتوا. بس هي السبب. ليه؟ عشان هي اللي اصدرت وعد بلفور وقالت لك انا هعمل وطن قومي لمين؟ لليهود في فلسطين. وقالت لك سماح يا يهود تعالوا هاجروا، يا يهود تعالوا خدوا ملكية، خدوا أراضي فلسطينية. فهي السبب. تعدد صور استعداد لحرب أكتوبر 73 هام جدا. تعدد صور الاستعداد لحرب أكتوبر 73. طب الاستعداد، والله السادات لما جه قال لك انا هستعد داخلي وهستعد خارجي. طب هتستعد داخلي ازاي يا سادات؟ قال لك هعمل دستور عشان انظم الدوله، فاصدر لي الدستور الدائم. تمام يا سادات. ورفع الرقابه من على مين؟ الصحف والمطبوعات. اللي عايز يتكلم، خلي الناس تقول رايها. يبقى اصدر الدستور الدائم ورفع الرقابه والغى الحراسات والغى تقييد الحريات وقضى على مراكز القوة واهتم بالتدريب والتسليح. دي كلها داخلي. طب الخارجي، اعدادات عربية دي يعني خارجية، خارج مصر، خارج حدود مصر. طب الخارجية عملت ايه؟ قال لك والله لو ما بيني وما بين العرب مشكلة فمش هيساعدوني في الحرب. فقال لك تصفية الخلافات. ليه؟ عشان اوحد الصفوف. ليه؟ عشان نستفاد من امكانيات بعض، عشان نقدر نهزم اسرائيل. طيب يا حبايب قلبي، تمام. وظهر بعض الدول مين؟ زي ما جيت قلت هنا، تحطمت اسطوره مين؟ تحطمت اسطوره الجيش الذي لا يقهر. وضعف العقيده القتاليه للقوات الاسرائيليه ضعفت، ثقتهم في نفسهم اتهزت. تمام. ورجعت الثقه للجندي المصري والعربي تاني، وانهت حاله اللا حرب واللا سلم، انت بتحارب ولا ما بتحاربش. واظهرت اهميه سلاح النفط زي ما قلنا. وبينت بعض الدول المحبة للسلام والكارهة لمين؟ لإسرائيل. لتحقيق السلام مزايا عديدة. ده برضه السؤال ده مهم. لما السلام يتحقق ليه ميزة؟ أيوة يا مستر، السلام ده أحسن حاجة في الدنيا. تمام، إنك تعيش في سلام. ليه؟ سلام يعني في استقرار، هتبقى مستقر، مش خايف من حاجة، مفيش حرب. طب انت مستقر، هيبقى عندك ايه؟ هيبقى عندك تنمية، هتعرف تفكر، هتعرف تبني، هيبقى عندك سياحة، استثمار. يبقى الاستقرار العربي. طب في استقرار يبقى التنمية الاقتصادية. طب في تنمية يبقى رؤوس الأموال العربية والأجنبية والسياحة هتيجي عشان يعملوا مشروعات ويهتموا بالبنية التحتية. شهدت الحياة النيابية تطور كبير بعد قيام ثورة 23 يوليو. الحياة النيابية اللي هي خاصة بالأحزاب اللي بنعينهم ونختارهم نيابة عنك. ايه اللي حصل؟ قال لك والله الغاء دستور 23 وحلينا الأحزاب، يعني شلناها عشان الناس دي كانت فاسدة، وأصدرنا دستور 56 ودستور 71 بتاع محمد أنور السادات اللي هو الدستور الدائم. آخر حاجة عندي يعتبر المقارنات. قارن بين مين؟ الرعي البدائي والرعي التجاري. تمام. مناطق الرعي البدائي، تمام، ده اسمه التقليدي. والرعي التجاري تمام، الرعي التجاري ده رعي علمي. كنت بشبه دايما الرعي التجاري بالزراعة التجارية الواسعة، والرعي البدائي بالزراعة البدائية. مناطق انتشاره تنتشر في الرعي البدائي في مساحة واسعة. في مناطق الصحراء يا إما حارة شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام وشمال أفريقيا، يا إما معتدلة زي ما قلت لك والسكان بيقولوا هناك في الرعي في وسط آسيا بسبب التعليم، يا إما باردة في شمال آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية. تمام يا مستر، أنا كده عرفت الأماكن اللي انتشار في الرعي البدائي. طب التجاري ده ينتشر فين؟
التجاري حضرتك كنت بتقول لي في حوالي 3 مناطق، ينتشر في مناطق الحشائش القصيره، البراري اللي هي الاس تيبس، تمام، بس اسمها البراري في امريكا الشماليه، وحشائش السافانا، تمام، في الولايات برضو المتحده والارجنتين واستراليا. يبقى هو موجود ولايات ارجنتين استراليا. وعلى فكره الرعي التجاري بيرتبط بتربيه الاغنام، يبقى الاغنام اكتر بتبقى موجوده في مناطق الرعي مين؟ التجاري. طب خصائص الرعي البدائي، الرعي البدائي زي ما حضرتك قلت هو موجود في الصحراء، تمام، والحيوانات كلها على بعض ومفيش تخصص. طيب الرعي العلمي، تمام، ده اساليب اكيد علميه حديثه وبيعتمد على التخصص، مفيش اختلاط. مصادر الطاقه سواء فحم سواء بترول سواء غاز، تمام. مصادر الطاقه الدول والقاره، تمام، او اولى الدول المنتجه واهميتها. الفحم الاولى عندي الصين وتانية الولايات المتحده الامريكيه. طب مهمه الفحم الصناعه وتوليد الكهرباء، يستخدم في العديد من الصناعات وتوليد الكهرباء. طيب البترول عندي السعوديه، عندي روسيا، عندي ولايات USA ولايات متحده امريكيه. طيب مهمته، والله يا مستر انت قلت لي ليه اهميه اقتصاديه واجتماعيه وعلاقات سياسيه، تمام، وكمان بيستخدم في توليد الطاقه الكهربائيه اللي هي الكهرباء الحراريه، تمام، وهو والغاز مع بعض بيساهموا بحوالي 55% من الطاقه العالميه. طيب الغاز الطبيعي، الغاز الاولى فيه الولايات المتحده، يبقى كده الولايات اولى في غاز، ثانيه فحم، ثالثه بترول. يبقى الولايات تقولها ازاي؟ غاز فحم بترول. يمثل 25%، يعني البترول 30% من الطاقة العالمية. طب بيستخدم في ايه برضه؟ توليد الكهرباء ووقود للسيارات واستخدامات منزلية، بس ده أقل واحد فيهم تلوث، يعني أكتر واحد فيهم نظيف للبيئة، يبقى ده أقل تلوث. طيب الدول هنتكلم على المدينة وشهرتها. لو قال لك لاجوس دي عاصمة قديمة في دولة نيجيريا اللي موجودة على خليج غينيا وحاليا اقتصادية. طيب لو قال لك هامبورج دي شبيهة لاجوس ان هي مدينة برضه تجارية، يبقى اهم الموانئ الألمانية عشان قريبة من بحر الشمال. طيب أبيدان بعد لاجوس بشوية وهي التانية الأهمية، فيها تعليم ومراكز مواصلات. طيب يا مستر ألمانيا فيها ميونخ كانت في الجهة الجنوبية عاصمة إقليم البافاريا، وبافاريا دي فيها شركات ومصانع عالمية، يعني فيها فرص عمل. أبوجا عاصمة نيجيريا الحالية، يعني عاصمة سيا وهي مدينة داخلية. طيب نيويورك من أهم الموانئ وتطل على المحيط الأطلنطي، يبقى أنت عندك هامبورج، عندك لاجوس، عندك نيويورك، كل دول بومباي، عندك المدن دي مهمة جدا إن هي مدن تجارية. تمام يا مستر. وبيها نيويورك مقر طبعا الأمم المتحدة. واشنطن العاصمة السياسية وبرضه بتطل على المحيط الأطلنطي. برازيليا عاصمة مين؟ البرازيل الجديدة، ودي مدينة داخلية على الهضبة البرازيلية. ريو دي جانيرو، تمام، عاصمة قديمة شبه لاجوس في نيجيريا، شبهها، ومن أجمل مدن العالم. ساو باولو أهم الموانئ، ركزوا اربطوا هاتوا كل الموانئ اللي من الدول اللي عندك هنا اللي أنا شرحتها واكتبوها تحت بعض، تمام، وربطوها ببعض، تمام، وبها موانئ ضخمة، تمام، وشواطئ رملية. نيو دلهي العاصمة السياسية، تمام، في الهند، وبها جامعات ومراكز صناعية وتاريخية. بومباي عاصمة تجارية في الهند وأكبر الموانئ الغربية على بحر العرب. حيدراباد تقع على هضبة مين؟ الدكن، ومن أكبر المراكز الصناعية في الصناعات اليدوية اللي تعتمد على مهارة الإيد، وبها مراكز إسلامية. طيب يا مستر، المؤتمرات
المؤتمرات عندك مؤتمر سان ريمو. سان ريمو كان فين؟ في ايطاليا. طب اتعمل ليه؟ عشان نحط فلسطين تحت الانتداب البريطاني عشان تنفذ وعد مين؟ بلفور. تمام. طب بعديه مؤتمر باندونج في اندونيسيا عشان يأسس حركة عدم الانحياز. كامب ديفيد في الولايات المتحدة. ليه؟ عشان نحل النزاع والصراع بين مصر وإسرائيل، يبقى في سلام. مؤتمر مدريد في أسبانيا. تمام. ليه؟ لحل الصراع العربي الإسرائيلي، عشان نحل الصراع اللي ما بين العرب وإسرائيل في مجلس الأمن على أساس نقط، سؤال امتحان، على أساس نقط مبدأ الأرض مقابل السلام. طيب يا مستر، اللي بعديه الحروب. حرب فلسطين، تمام، سنة 48. أسبابها إيه؟ إن إحنا عايزين نساعد الفلسطينيين ونعمل حكومة وطنية فلسطينية، يبقى نصرة ومساعدة الشعب الفلسطيني وهنعمل له حكومة وطنية فلسطينية. طب نتائجها؟ والله نتائجها اتهزمنا لما إسرائيل ما التزمتش بشروط الهدنة، يبقى هزيمة العرب بسبب إن الولايات المتحدة وبريطانيا ساعدوا إسرائيل. وعدم استعدادنا للحرب، إن إحنا ما كناش مستعدين. واحتلال إسرائيل بقى إيه؟ إسرائيل احتلت معظم فلسطين ما عدا مين؟ قطاع غزة مصرية، والضفة الغربية أردنية، والقدس العربية. يعني 3 مناطق: غزة مصرية، ضفة أردنية، والقدس العربية. عدوان يونيو 67 سببه إيه؟ والله سببه إن مصر راحت تساعد سوريا، تمام، بسبب اتفاقية الدفاع المشترك، وبعتت قواتها في سيناء وطلبت من قوات الأمن الدولي، تمام، إن هي تفضي جزء من المساحة الموجودة بين الحدود، قوات الطوارئ الدولية. يبقى مصر راحت سيناء وقالت لقوات الطوارئ سيبوا مين؟ الجزء ده عشان أساعد مين؟ سوريا وأضرب وإسرائيل. فلقينا إسرائيل استخدمت عنصر المفاجأة والاستباق وقدرت تضرب القوات الجوية. يبقى بسبب إعلان مصر الوقوف في جنوب سوريا، ومصر بعتت قواتها في سيناء وقالت لقوات الطوارئ الدولية سيبوا النقاط دي، وأغلقت كمان خليج العقبة عشان تحاصر إسرائيل اقتصاديا. طيب يا مستر، النتائج للأسف هزيمة القوات العربية، والقوات الإسرائيلية نجحت في احتلال قطاع غزة وسيناء من مصر، والضفة الغربية من الأردن، والقدس العربية، وهضبة الجولان كمان السورية. وبكده يا حبايب قلبي نبقى أنهينا مراجعة الصف الثالث الإعدادي. وبكده يا أبطال تالتة إعدادي نبقى وصلنا لآخر محطة في المرحلة الإعدادية، وحان يا أبطال وقت الحصاد. بإذن الله أشوفكم في الامتحان على خير، وأرجو إن احنا نسيب أسئلتنا واستفساراتنا كلها في التعليقات، واللايك بتاعنا الجميل، والمتابعة، وبإذن الله يوصل لكم كل جديد، وبالتوفيق بإذن الله، وأشوفكم في أولى ثانوي على خير. السلام عليكم.